قصتنا. فتحت محل البقالة بتاعها. يا رزاق يا رب، يا رب ارزقنا برزقك، بسم الله الرحمن الرحيم. شغلت النور ومسكت المكنسة وبدأت تنظف المحل من التراب اللي مليه. وبعد ما خلصت مسكت جردل المية بترش منه قدام المحل لحد ما خلصت. واو، بقى فل شمعة منورة. والله ايدك دي يا بت تتلف في حرير، تسلم ايدك يا حنونة، والله عسل. وبدأت تطلع البضاعة وهي بترصها قدام المحل زي ما هي متعودة. وبعدها خلصت ودخلت المحل وطلعت الطعمية اللي جايباها وهي بتفطر بيها ومستنية الفرج. ودخل توك توك غريب الشارع وما كانش عارف يمشي ازاي، والشارع ضيق جدا، وبالغلط خبط في البضاعة بتاعتها اللي هي لسه رصاها، وقعوا كلهم واتدلقوا على الأرض. رفعت راسها على صوت الدوشة واتصدمت من المنظر اللي شايفاه ده، وبضاعتها كلها على الأرض. ايه مش تفتح ياما؟ بوظت لي البضاعة، منك لله يا شيخ، منك لله، كل حاجة وقعت على الأرض ما بقتش نافعة. معلش يا اختي، ما كنتش شايف، اعذريني. وبعدين هو في حد يرص البضاعة في الشارع كده؟ ما طبيعي تقف وتهك، ولا انت حطها بقى عشان تدلق وتجيبيها في الاخر في الناس؟ يلا ربنا يعوض عليكي. تصدق ان انت راجل مهزأ وقليل الادب قوي؟ يعني انا قصدي احط بضاعتي كده عشان حضرتك بقى تدلقها، ولا انت اللي اعمى وداخل طبش كده هو مش واخد بالك من اي حاجه؟ غبي. مين ده اللي اعمى يا وليه؟ انت ما تحترمي نفسك، ولا انت جايبه تشرطي عليا عشان تطلعي بمصلحه؟ لا فوقي والا ايه ده. قطعته حنين وهي بتشده من هدومه. بقى انا وليا يولولوا عليك ساعه يا بعيد؟ مش كفايه ان انت اعمى، لا بجح كمان وعمال تغلط وتقل ادبك فيا. ده بدل ما تعتذر، شكل الست الوالده بقى ما ربيتكش صح. بس وماله، انا بقى هربيك. وقبل ما يستوعب كلامها كانت بتشده من شعره وبدات تتخانق معاه وهي بتصوت. خلت كل اللي في الحاره طلعوا بيتفرجوا عليها وهو بيصرخ من ايديها انها تبعد عنه. بقى عمال تقل ادبك وتبجح فيا وانت اصلا حيوان وغلطان. بس وماله، ورحمه امي ما انت ماشي من هنا غير لما تدفع تمن البضاعه اللي اتكبت على الارض دي، ولا هطلع روحك، انت حر. زقها الراجل بعنف. انت جننتي يا بنت انت ولا ايه؟ بتمد ايدك عليا انا وانت عامله شبه البهيمه الشرقيه كده وبتستوي عليا عشان في حارتك؟ طب انا بقى مش دافع حاجه، وريني هتعملي ايه. شهقت حنين بصدمه وهي بتشاور على نفسها. انا بهيمه شرقيه يا بورس الحمامات؟ طب عليا النعمه بقى لا اوريك. وقبل ما تقرب منه وقف قدامها راجل وبص لها بعينه، فبسرعه بصت حنين في الارض وسكتت خالص. وبص على السواق. خلاص يا جدع عادة شويه وخد نفسك كده وقول هديت. ايه مالك دخل حاره على الحامي كده ليه؟ ايه ده شويه كده؟ انا اللي اهدى برضه؟ ما شفتش بقى عملت فيا ايه؟ دي مدت ايديها عليا وضربتني وعايزه تاخد بقى فلوس. قال ايه؟ حق البضاعه. بهيمه وبتستوي على الناس وخلاص. لسه برضه بيقول بهيمه؟ طب تعالى بقى، مش انا بهيمه؟ هنطحك واوريك. وجريت على الراجل عشان تمسكه وتنتقم منه على اهانته ليها، بس بعدها الراجل بسرعه. بس بقى اهمدي يا حنين، في ايه؟ يا معلم انت مسمع كلامه؟ ده راجل قليل الادب وما ترباش، دخل الشارع في لحظه ودلق لي كل بضاعتي، وبدل بقى ما يعتذر مني واقف بيبجح وكمان بيغلط فيا وبيقول عليا اني بعمل كل ده مصلحه. هو دلوقتي بيقول عليا بهيمه وكلام سخيف زيه. يرضيك كده يا معلم عثمان؟ لا ما يرضينيش، ولا برضه يرضيني بقى اللي انت عملتيه. الراجل شكله غريب برضه ومش فاهم عوايدنا، بس انت ما شاء الله عليكي ما سبتيش فرصه بقى للتفاهم ابدا. بصت حنين في الارض باحراج من كلامه دوت، وكمل عثمان. اسره مش هنقف نتخانق هنا في موضوع مش مستاهل. وانت يا ابن الحلال انت غلطان، دي بضاعه وتعب وشقى ناس، وحرام برضه ندفعك ثمنها كامل. عشان كده بقى تدفع النص وتتكل على الله. وادفع النص اللي ان شاء الله. هو حد قالها ترصها في الشارع؟ اسمعني يا اخينا، الشارع ده ملك الناس كلها وانا كنت ماشي في امان الله. مش ذنبي بقى انا راسهم بره ودلقوا، ده بره عني. شفت يا معلم؟ شفت بيقلق ادبه ازاي؟ سيبني بس عليه وانا هعرف اجيب حقي منه ازاي. بس بصه واحده من عثمان خلتها تسكت نهائي. حقك، بس انت برضو شكلك ما تعرفش بقى انت بتكلم مين، عشان انت جديد في المنطقه وانا افهمك. انا عثمان الراجح يالا، كبير المنطقه هنا، واللي برضو من حقه يقول يحصل ايه. ولو عمل بصباعه كده 100 واحد هينزل هنا وهيشيل بقى التوك توك بتاعك ده وهياخده وهيقول لك خالصين. بس احنا بقى ما عملناش كده عشان احنا ولاد ناس، والقرار برضو ليك. قلت ايه؟ بلع ريقه السواق بخوف من كلامه وتهديده ده اللي باين عليه انه يقدر فعلا ينفذه، وبسرعه هز راسه. هدفع النص تمام، ده كان زمان، دلوقتي بقى انت هتدفع الثمن كله عشان بعد كده ما تبجحش يا حلو مع اللي اكبر منك. هتدفع ولا؟ هدفع ما تقلقش، هدفع كل حاجه. عليك نور، ايوه كده، خلي عقلك يشتغل وتعلم بعد كده بقى ان لسانك دوت ما يسبقش عقلك عشان ما يدخلكش في الغلط وتلبس بقى في الحيط. مش كل مره تسلم الجره ولا ايه؟ هز السواق راسه وبسرعه طلع الفلوس
فابتسم عثمان وشاور له عشان يمشي، ومشي بسرعة وكأنه بيهرب من مكان. حنين ضحكت جامد على السواق. شفت بيجري ازاي؟ زي الفار المبلول بالظبط. كان عامل لي شجاع السيمة وفي لحظة جاب لورا. برافو عليك يا معلم. عثمان بصلها بغضب فبلعت ريقها. ايه يا معلم بصلي كده ليه؟ هو انا عملت حاجة ضايقتك لا مؤاخذة؟ ما انا ساكتة اهو هادية وسبتك يعني تتصرف. ما هو باين سبتيني اوي اتصرف بعد ما دمرتي له وشه، وبعد ما الشارع كله سمع صوت حنجرتك الهادية. يا شيخة بقى قولي كلام غير ده. يعني كنت اعمل ايه يعني؟ انا في الاول قلت مش هاخد فلوس، وقلت شكله غلبان، بس هو بجح وقعد يغلط فيا، فلا ما اقدرش اسكت بقى، وقلت حقي لازم اخده منه. قال لي الادب ده اللي ما ترباش، وقال ايه بيقول عليا انا بهيمه شرقيه، بورس الحمامات ده مجنون ده ولا ايه؟ ماشي يا حنين، بس بعد كده بقى اهدي وما تستعجليش وما تفرحيش قوي بلسانك ده اللي هيوديكي في 60 داهيه. افرضي كان معاه حاجه وغزك بيها كنت هتبصي. اهدي شويه واحنا هنجيب لك حقك. بس اوعى تزعل مني يا معلم، ما كانش قصدي اتكلم وازعلك. يبقى اسكتي واهدي، نفسي مره بقى اشوفك هاديه. واداها فلوس. روحي هاتي بضاعه جديده بس رصيها على اول محلك، مش في الشارع، ها؟ مش ناقصين بقى مشاكل تاني. حنين برطمت. ما طول عمري يعني برصها في الشارع، ايه الجديد يعني؟ ولا هو بقى تلكيك وخلاص؟ حنين قلنا ايه؟ حاضر هرصها على اول محل. اقول لك هرصها على دماغي عشان تبقى منوره اكتر للي داخل بقى واللي طالع. مرضي كده؟ مرضي. يلا صباحك فل. ومشي من قدامها. ابتسمت حنين بهيام. هو في فل اكتر من كده؟ يخرب بيت جمالك. وبسرعه لما لقيت الناس عماله تبص عليها، اهو هو ده اللي جابنا ورا. هي عينيكم دي اللي عايزه تدب فيها رصاصه. يا كريم يا رب. ودخلت محلها تكمل شغلها المتعطل. بعد كام ساعه وقف الصبي اللي بيشتغل معاه في المحل وهو بيرص البضاعه. بس يعني ايه اللي حصل الصبح ده يا ابله؟ مين الراجل ده اللي انت اتخانقتي معاه النهارده؟ ده صوتك ده كان مالي الشارع معاه، ده انا ما عرفتش انام من صوتكم. لا والله بقى صوتي وصل لبيتكم اللي هو اصلا بعد شارعين من هنا، ووصل كمان لشقه في الدور الرابع. يا سبحان الله يا جدع، ده بعد كده بقى ما حدش يجيب ميكروفون. اللي عايزني اروح اغني له فوري والبلد كلها تسمع، صح ولا ايه؟ والله ينفع. او نطلع بمصلحه من كده ونعمل فرقه بقى ونسميها بقى حنين ستار. بس اوعي تنسيني، هتاخديني بقى اشتغل معاكي وابقى وزير اعمالك. اسمها مدير اعمالك يا غبي. وبعدين لا يا حبيبي متشكرين، انا مش عايزه اشتغل هنا، حلو قوي زي الفل. ريح انت شويه وكمل شغل يلا. بس يعني المعلم عثمان يعني جاب لك حقك كله ووقف جنبك زي السبعه قدام الراجل، خلاه بقى يجيب ورا. وبعدين حصل ايه بقى؟ ها؟ اسال نفسك، ما الاخبار كلها عندك. يلا انزل بقى وبطل كلام كتير واشتغل. ايه مفيش حاجه بتستخبى في الشارع ده؟ هو ده شارع ولا مكتب الاخبار؟ ضحك جامد على كلامها. هو انت عايزه تخبي ليه؟ هو سر حربي ولا ايه؟ رمت حنين كتب عليه. بس يا حيوان اتلم، ده انت غبي قوي رخم. بس علي فدا بسرعه وجت في اللي وراه، واللي وراه بقى كان عثمان. حنين بلعت رقها بصدمه ووقفت بسرعه. ايه ده انت؟ انا اسفه يا معلم، والله ما خدت بالي، ده انا كنت عايزه يعني اضرب الحيوان ده. وبصت على علي عشان تشاور عليه بس اختفى في لحظه. بصت لعثمان اهو جري وسابني. انا نورت يا معلم، نورت المحل. تشرب حاجه؟ اطلب يعني شاي ولا قهوه ولا اعمل لك انا؟ بس لا مش عايز حاجه. انت ايه ما تعرفش يعني تبقى هاديه؟ اهدي شويه كده، ما تعرفش بقى تعيشي من غير اكشن. عايش باكشن ايه يا معلم؟ هو انا احمد السقا؟ لا طبعا. هو في حد بيحب الدوشه؟ بس الظروف بقى هي اللي بتحطنا بقى في اماكن غلط وما ينفعش نسكت فيها. ليه لو سكتي يعني هيقولوا بقى اللي سكتت اهي؟ لا طبعا يا حنين، زي ما قلت لك انت بتحبي الخناقه مع الناس، ولو ما فيش حد هتتخانقي بقى مع دبان وشك. حنين اتضايقت من كلامه واتعصبت جدا. ايه اخنق دبان وشي ليه يا معلم؟ سلامة الشوف، مفيش دبان على وشي ولا نيله، مش فاهمه ايه ده. وهزت في رجليها جامد بعد اهانته ليها. عثمان ابتسم بسمه خفيفه. ايه دي يا حنين، انا ما كانش قصدي ازعلك نهائي، بالعكس انا بهزر معاك شويه. المهم انا جاي لك هنا اصلا عشان تشوفي لي يعني الحسابات. عمر واخد اجازه وكان قايل لي ان انت بتعرفي، هتعملها لي؟ طبعا بعرف وهعملها لك، وماله، سيبه وانا هعملها دلوقتي. كده بتطرقيني، المفروض بقى وما امشي مش كده؟ على عموم انا كده ولا كده ماشي، بس ما تزعليش انا كنت بهزر معاكي يا فرشه الشرقيه. ابتسمت حنين فعثمان غمز لها. عشان ما تصدقيش بقى كلام الحمار اللي قالك بهيمه ولا حاجه. ها بذمتك في بهيمه حلوه كده وتجنن كده؟ بس تصدقي ممكن فيكم لسان من بعض. بقى كده ماشي. طب امشي يا معلم، الله لا يسيئك. ماشي بس ما تاخريش عليا في الحسابات، عايزه ضروري عشان شغل. ها؟ حنين هزت راسها وهو مشي. واول ما مشي حضنت الملفات. عينيا هخلصها في ثواني.
هو احنا عندنا كام معلم بس؟ يخرب بيتك، بحبك قوي. قعدت بحماس على الكرسي بتاعها وبدأت تشتغل على الملفات اللي قدامها بكل شطارة. أصل هي خلصت كلية تجارة، بس الظروف بقى خلتها إنها تشتغل هنا في البقالة بتاعت والدها. آخر اليوم خلصت الملفات اللي جابتها وشالتها وطلعت بيها بره، وهي بتقفل محلها خدتهم مشيت بيهم لحد أول الشارع مكان محله. عثمان ابتسم تلقائي أول ما شافها. بنت حلال، كنت لسه بفكر فيكي. والله خير إن شاء الله. محتاج حاجة ولا إيه؟ فويا حنين، عشان ملفات. كنت بفكر يعني وبقول هتجيبهم بقى قبل ما اقفل ولا بكره؟ قلت اكيد بكره عشان الشغل كبير عليكي، بس صدمتيني لما جبتيهم على طول. برافو عليكي. حنين هزت راسها بغيظ وقالت في نفسها وانا اللي فاكرك بقى بتفكر فيا؟ اعتري الملفات يا اخويا، تولع انت والملفات سوا. ده ايه ده؟ اتفضل يا معلم، الملفات اهي، يلا تصبح على الخير بقى. وكانت هتمشي بس وقفت على صوت عثمان. استني يا حنين، هو انت كده على طول مستعجله يعني ولا ايه؟ اهدي شويه. وفتح اول ورقتين في الملف. ايه ده؟ لا برافو عليكي فعلا، عمر طلع مع حق لما قال لي يعني محدش هيخلصه حلو زي حنين. تسلم ايدك. شكرا، تحت امرك يا معلم في اي وقت. عن اذنك. لا استني، طالما بقى تحت امري فعلا، تعالي يلا اعزمك على سندوتش كبده، باين عليكي بقى جعانه ولسه ما اكلتيش. يلا. لا تسلم يا معلم، مره تانية ان شاء الله. يلا يا حنين ما تخافيش، مش هدفعك يعني فلوس، هناكل وهنتكلم شويه. يلا بينا. واخيرا وافقت حنين ومشيوا سوا لحد عربيه الكبده وهما بيتكلموا. هات يا معلم 10 سندوتشات كبده بالطحينه، وهات كل حاجتها بقى. تمام يا حنين ولا نزود؟ ايه نزود ايه؟ ده اصلا كتير قوي، كفايه سندوتشين. ايه التبذير ده؟ كده كتير قوي. في يا حنين، انت هتحسدينا ولا ايه؟ اوعى يكون عينك زرقاء. وبعدين انا ما فطرتش فطول اليوم بقى وجعان، وانت كمان باين عليكي ما اكلتيش، فكلي اسكتي شويه. تصدق انا غلطانه، انت حر، كل اللي انت عايزه، بس انا بقى همشي. ولسه هتحرك عثمان مسكها من ايديها. خليكي معايا ما تمشيش. وفضل يبص لها في عيونها. اتثبتت حنين وقلبها دق بسرعه من حركته ديت قبل ما تهز راسه وتقف معاه. وبعد شويه عثمان كان بياكل. انا اول مره اعرف انك خريجه الكليه، كنت فاكرك يعني ما كملتش تعليم زي ما سمعنا. ولا انا عارفه عملتها ازاي دي. لما ابويا مات كنت لسه في سنه تانية، طبعا كلنا اتصدمنا وقتها بموته، وفي لحظه لقينا كل حاجه علينا، مفيش فلوس، مفيش بقى غير محل فاضي. وبعد ما كان كل حاجه متوفره ما بقاش كده، وعشان كل حاجه تتوفر اضطريت بقى انزل افتح المحل. وقتها كنت صغيره شويه، ما اعرفش ازاي افتح محل واقف فيه، ازاي اتعامل مع الناس، والغريب بقى اني لازم اكون زيهم عشان ما يضحكش عليا. وبرضه ما قدرتش بقى اسيب الكليه، فعملت الاتنين مع بعض. بس انتي حنين على فكره بنت شاطره قوي، ولا ب100 راجل. كويس انك عرفتي اصلا تشغلي محل وتنجحي فيه كمان وكملتي كليتك، برافو عليكي. ما كانتش بقى سهله نهائي، بس الحمد لله نجحت شويه. نجحتي بس؟ ده انتي حطمتي مقياس النجاح، وبقى اللي يشوفك ما يقولش بقى غير انك بنت شارع رسمي نظمي فهمي، بصوتك الهادي الرايق خالص ده اللي ما بيعلاش خالص، ولا طولة لسانك يا لهوي. حنين ضحكت على كلامه وابتسم عثمان، ابتسم على ضحكتها الجميله وهو بيبص لها باعجاب، بدا يحس بيه من ناحيتها. بعد مرور كام يوم كانت واقفه حنين في المحل بتاعها، كانت بتبيع لحد ما لقيت ناس بيدخلوا عليها. كده حسابك يا هدير 390. تمام اتفضلي. عايزه حاجه يا حنون؟ حنين قالت لا وهي بتبص على الناس اللي قربوا منها. ازيك يا بنت اخويا، عامله ايه؟ بس مش محتاج جواب عشان الجواب باين من عنوانه. طبعا مش محتاج، دي حياتها فله، والمحل اهو شغال زي الفل واكتر كمان. هتعوز ايه تاني يعني؟ جاي بقى تسأل على بنت اخوك ولا على ورثها؟ انتوا جايين انا عايزين ايه؟ اطلعوا بره محلي بره. وهو محلك ايه؟ هو انت كدبتي الكدبه وصدقتيها ولا ايه؟ ده ورثنا في اخويا بحق الله، الورث اللي انتوا عايزين تسرقوه مننا ظلم وافتراء. ظلم وافتراء يا راجل؟ قول كلام غير ده. ظلم وافتراء ايه يا ظلمه يا اللي جايين تتكلموا عنه؟ مش ده اخوكم اللي كنتوا بقى مقاطعينه 20 سنه بحالهم؟ وده كمان رفضتوا انكم تدفعوا بقى فلوس جنازته وسبتونا احنا نتحوج للي يسوى واللي ما يسواش. جايين دلوقتي عشان محل كبر صح؟ عايزين بقى تطالبوا بحاجه مش حقكم. لا، المحل ده بتاعنا وابويا كتبه باسمنا، وربنا اللي انت واخده شماعه ما امرش بكده ابدا. امال امر بيه؟ اسمعي بنت انتي، ماليش انا دعوه بالكلام المسخ ده اللي انت عماله تقوليه، وحتى لو كنت يعني مقطع اخويا، لكن طالما بقى ما عندوش ولد فانا ليا حق بقى في المحل ده ولا ايه؟ والا قطعوا صوت من وراه. جينا الهم، هتعملي بقى؟ بصوا كلهم ورا لعثمان اللي شاف دخولهم بالحاره لانهم كانوا غرب، وجي وراهم على طول واتصدم من اللي هو سمعه. وانت مين بقى ان شاء الله ويدخلك بكلامي مع بنت اخويا؟ وغور مننا يا جدع انت عشان ما تدخلش نفسك في مشاكل اللي انت اصلا مش قدها. انا مش بنت اخوك ولا حتى اعرفك، ابويا من زمان مبري منكم، وانتوا كمان
جايين بقى دلوقتي تفتكروه بعد كل السنين دي؟ غوروا من هنا، مالكوش حاجه عندنا. اسمعي يا حنين، احنا لحد دلوقتي مش عايزين نقلق ادبنا عشان لحم التربه، بس والله العظيم اكسر لك عظمك واربيكي بقى من اول وجديد لو فضلتي بقى كده. ما انا قلت لك هتعمل ايه، بس انت ليه عمال تهري في كلام ملوش فايده؟ صحيح نسيت ارد على كلامك، اقول لك انا مين. فانا بقى عثمان الراجح، واللي مفيش حاجه هنا بتحصل من غير اذني. وبص على حنين وبص عليهم وكمل بوعيد: وحنين في حمايتي، واللي يفكر بقى يقرب لها يبقى كده قرب لي. يلا خدوا بعضكم بقى زي الشطار وغوروا من هنا، مالكوش حق عندنا. يلا. وكانك يعني بتطردنا من ملكك؟ انت اتجننت يا جدع انت ولا ايه؟ عثمان شده من هدومه: بقول لك ايه، اللي اتأدب غلط ما احبش. قلت لكم بالذوق تغوروا من هنا، يبقى تغوروا وتسمعوا كلام بدل بقى ما تجننوني. ما انتوا مالكوش حق هنا، المحل ده ملك الحنين واختها وبس، وانتوا مالكوش حاجه. غوروا من هنا، غوري. وزق الراجل، والراجل وقع على الارض وجري اخوه عليه عشان يسنده، وهما بيبصوا بكره من تجرؤه عليهم. عثمان رفع صباعه: كلامي ما بتهونش فيه، لو شفتكم هنا مره تانية مش هتلحقوا تخرجوا على رجليكم. يلا بره. هزوا راسهم بخوف من كلامه وقاموا مشوا بسرعه قبل ما ينفذ كلامه. عثمان بص لحنين اللي كانت خايفه: اهدي ما تخافيش، ما حصلش حاجه، مش هيقدروا يجوا هنا مره تانية. مين قالك ان انا خايفه؟ لا بالعكس، انا قويه اهو. هخاف بقى من شويه كلاب؟ اكيد مش هخاف منهم. باين مش محتاجه يعني تقولي، بس عارفه رغم الخوف اللي انا شايفه في عينيكي دلوقتي الا انك بقى اجدع بنت شفتها في حياتي. كفايه انك وقفتي وتدافعي عن حقكم قدامهم وما خفتيش منهم. اخاف من ايه؟ لو حد بقى محتاج يخاف فيبقى هما. مش كفايه زمان اللي هما عملوه في ابويا؟ دلوقتي بقى عشان المحل يعني اشتغل شويه جايين طمعانين فيه. المحل ده شقايه وشقى ابويا، ولو هولع فيه عشان ما يطلوش حاجه انا هعملها. عاش يا وحش، بس اهدي شويه، لا تولعي فينا احنا بعيونك الحلوه دي. شكرا قوي يا معلم، بجد مش عارفه اشكرك ازاي، وانا في كل محنه فيها اول واحد بيطلع يقف جنبي هو انت. تسلم والله. عيب يا حنين، مفيش شكر بينا، وانا دايما هبقى جنبك، ما تشيليش بقى اي هم. حنين بصت له بامتنان وهي بتشكره، فابتسم عثمان وكان هيمشي بس وقف. هتيجي فرح عزه مش كده؟ اوعي ما تجيش، والله ازعل منك. طبعا هاجي، ما اقدرش ما اجيش بقى لزوزه دي حبيبتي. يا بختها زوزو. حنين ابتسمت وهي بتحط راسها في الارض بكسوف منه، وضحك عثمان جامد على تعبيرها ده. بعد كام ساعه حنين نزلت وهي لابسه فستان اسود وطويل وشكلها حلو قوي وحاطه ميك اب خفيف. اتفاجئت بعثمان اللي كان مستنيها وصفر باعجاب. اوبا، بسم الله ما شاء الله، الحلاوه والجمال ده، كنت مخبيه كل ده فين؟ موجود، بس اكيد مش هنزل الشغل كده برضه، يعني الحذر واجب. طبعا ما ينفعش تطمعي الناس فيكي، والجمال ده كله لازم تخبيه. يلا عشان ما نتاخرش. حنين هزت راسها ومشوا سوا، وعثمان بقى طول الطريق عينه عليها ومش قادر يشيلها. وصلوا الفرح وسلموا على العرسان، وبعدين قعدوا على جنب. ناولها عثمان كوبايه عصير فاخدته منه وشكرته. غمز لها عثمان: العفو، شايفه العرسان حلوين ازاي؟ منورين الكوشه، عقبال ما ننور احنا كمان زيهم. شرقت حنين من العصير اللي كانت بتشربه، بصت عليه بصدمه فابتسم عثمان: بالراحه وانت بتشربي هتشرقي. وبعدين هو انا قلت حاجه غريبه؟ انا بقول عقبالنا، عشان بصراحه كده بفكر اخطبك ونبقى عيله واحده مع بعضينا. موافقه؟ حنين بصت في الارض بكسوف وهي فرحانه من كلامه، فابتسم عثمان وهو بيطلع خاتم من جيبه. السكوت علامه الفرحه، الف مبروك. ولبسها الخاتم وسط صدمتها، بس ما قدرتش تنكر فرحتها باللي هو عمله. ابتسم عثمان ليها وهو بيدعي من ربنا تتم خطوبتهم على خير. ولحد هنا ده قصتنا. صابرين كانت واقفه في الصاله وبتنادي على اخوها حسام اللي بيجهز وبيلبس: ما يلا بقى يا حسام، انت كل ده بتلبس؟ الساعه بقت 7، شغل ايه ده اللي هننزله الساعه 7؟ ده زمان الموظفين والمدارس قربوا يدخلوا والاستباحه كده هتروح. حسام وهو خارج من الاوضه: يا ستي مش هتروح ولا حاجه، امال عايزانا بقى ننزل امتى؟ مش كنا بنفطر؟ وبعدين اصلا نزولك معايا دوت انا مش بلعه صراحه، يعني انا في الموقف مسلك لوحدي مع السواقين ومستحمل رخامتهم بالعافيه. تيجي انت بقى وتنزلي معايا، عشان ايه؟ بدل ما يكونوا بيرخموا عليا انا بس فيرخموا عليك انت كمان. بصراحه انا مش بلعها. ايه ده ياض انت؟ هي اختك دي اي حد ولا ايه؟ طب انا عايزه واحد فيهم بس كده يبص لي بصه كده، ولا يرخم حتى عليا وشوف انا اعمل فيه ايه. يا ولا اختك جدعه يا ولا، وما فيش مخلوق كده على وجه الارض يقدر يضايقني. انت بس اللي طيب زياده عن اللزوم. يلا بقى عشان اتاخرنا. بعد شويه كانوا داخلين الموقف بعربيه الميكروباص. شايفه يا صابرين؟ شايفه بيبصوا زي عاملين زي ما يكون اخدنا اللقمه من بقهم. انا والله العظيم الاقي في شغله سواقه دي ولا بعرف اتعامل مع السواقين دول. الله يرحمك بقى يا بابا. ما تجمل كده ياض،
هو انت نسي ابوك كان عامل ايه في الموقف ده؟ ابوك ساعه لما كان بيدخل بالعربيه دي الموقف الكل كان بيقف له على رجل، لازم تثبت بقى وجودك وتعرفهم انت ابن مين. ربنا يسترها بقى، انا اهو هركن العربيه وانت انزلي بقى عشان تنادي على الدور ونشوف بقى ايه اللي هيحصل النهارده معانا. ربنا يبعدهم عننا، اصل انا بصراحه ولا حمل خناق ولا حمل اي حاجه. يا دي حسام انشف بقى، اختك معاك هي وفي ظهرك ومحدش هيقدر يجي ناحيتك طول ما انا عايشه. انت نسي ان انا اختك الكبيره ولا ايه؟ وصابرين نزلت وبقت تنادي للركاب: شبرا شبرا دائري شبرا، تعالي يا اختي تعالي خشي يلا اللي جاي شبرا يلا. وجي عليها وهي واقفه بتنادي سواق من السواقين: صباحنا وصباح الملك الله. يا صابرين، هو انت جايه اختي على الحامي في ايه؟ يعني تبقى انت لسه جايه وتحملي على طول؟ مش برضو لازم بقى تستني دورك؟ ده انت جايه اخر عربيه، يبقى تستني وكوني اخر عربيه تحمل. انزلي يا ست انت وهي، روح العربيه تانية. ما حدش ينزل بقى من العربيه، احنا اللي هنحمل. وده حكشه، انت نسيت نفسك ولا ايه؟ هو انت نسي ان انت كنت صابي عند ابويا؟ ولا انت بقى نسي ان انا بنت المعلم حامد كبير الموقف وعربيه ابويا هي اللي بتحمل كل يوم اول عربيه؟ ده كان زمان يا حلوه، لكن دلوقتي خلاص الموقف ده تبعي انا، والمعلم حامد خلاص راحت ايامه، ودلوقتي نص عربيه الموقف بتاعتي انا، والموقف خلاص بقى تبعي. طول ما انا عايشه على وش الدنيا دي في ايام المعلم حامد مش هتروح، ولو كان ابويا مات فانا عايشه انا واخويا وماسكين مكانه في الموقف. بالنسبه بقى البق اللي انت قلته ده ونص العربيه بتاعتك انت، فالكل عارف بقى انت جايبها منين. وبلاش اتكلم بقى وافضح الدنيا، ويلا يا عم اتكل على الله بدل ما اخلي اللي ما يشتري يتفرج عليك. امشي يلا. طب انا يا بنت شاري، انا عايزه اهنيكي وعايز بقى ستتك في بيت العدل، بدل ما انت يعني بتقفي من صباحيه ربنا كده في الموقف والزباين بترخم عليكي. ما انت عايزه حد يحميكي ويبقى سندك في الدنيا. انا سند نفسي يا حكشه، وبعدين وانا ساعه لما يبقى عندي سند اتجوزك انت نسيت نفسك ولا ايه؟ ده انت كنت حته تبع عند ابويا، ده انت معفن يالا ولا تسوى، وفوق كل ده ماشي غلط وبتاع مخدرات. اتجوزك بقى على ايه؟ بقول لك ايه ياض، حل عني على الصبح كده وسيبني بقى اشوف شغلي عشان ما اعملهاش معاك. ها؟ طب انا هسيبك دلوقتي يا صابرين، بس مسيرك هتقعي تحت ايدي، وساعتها بقى لو اتحايلتي عليا وبص ايدي ورجلي مش هرحمك. انا ابوس ايدك انت يا معفن؟ جريه منتن، ما تبص في المرايه، ده انت وشك يالا هعمل زي استبن العربيه، ده انت اللي يستبح بوشك بيعمل حادثه. اوعى تكون فاكر نفسك معلم بجد، ده انت ولا تسوى اي حاجه. غور من وشي بقى بدل ما اعملها معاك على الصبح عالم لمامه. حكشه مشي من قدام صابرين، وصابرين كملت اليوم. ولما روحت كانت قاعده هي وحسام. مش انا قلت لك يا صابرين سواقين الموقف مش هيسيبوكي في حالك، واديك اهو وقعتي مع حكشه. الواد ده شراني وصايع، انا بقى مش عايزك تقف تتكلم معاه كتير. احنا قد وقد 10 زيه كمان يا حسام، ما تخافش يالا من اي حاجه، طول ما انا موجوده انا في ظهرك. ما هي الطيبه الزياده بتاعتك دي هي اللي مخليهم بقى متجرئين علينا، لو شافوك كده جامد محدش هيقدر يتكلم معاك، هيخافوا منك، لكن شايفينك بقى طيب ومش بتتكلم فلازم يجوا عليك. يا صابرين ما بحبش المشاكل، انا طول عمري في حالي، واساسا يعني انا لا بحب اسوق الميكروباص ده ولا بحب اقف في الموقف، لكن اعمل ايه غصب عني، لازم اشتغل الشغلانه دي. معلش انا اصلا عارفه ان انت مش حابب الشغلانه دي خالص، بس هنعمل ايه غصب عننا. عايزك بس تجمد معايا كده عشان سواقين الموقف ما يكوناش. المهم بس ما تخافش من اي حاجه طول ما انا معاك. ها؟ وبعد يومين صابرين وحسام كانوا شغالين على الميكروباص، وكانت صابرين بتلم في الاجره. في اجره نفر يا جدعان مش موجوده، في حد ما دفعش؟ يا ريت بقى اللي ما دفعش يجيب الاجره، مش ناقصين قرب بقى على الصبح. كان في شاب قاعد ورا في الميكروباص لابس شيك جدا. ايوه انا يا انسه لسه ما دفعتش الاجره، مش عارف المحفظه بتاعتي راحت فين، شكلي كده نسيتها في البيت او وقعت مني بقى، هبقى اجيب لك الاجره في اي وقت. اصطبحنا وصباح الملك الله. طب ويا اخويا ما بتتكلمش ليه؟ جرى يا استاذ، ما كنت تقول من اول يعني ان انت معكش فلوس عشان تدفع، كنت تقول كده وخلاص، بدل ما انا بقى لي ساعه بنده وبقول مين اللي ما دفعش. ما انا قلت لك خلاص هبقى اجيب لك الفلوس وهجيب لك زياده كمان، بتتكلمي كتير ليه؟ شوفي عايزه كام وهجيب لك زيهم. انا مش عارف ايه اليوم ده، يعني العربيه تعطل وكمان محفظه تقع، ده ايه الهم ده؟ لا بقول لك ايه، انا عارفه الاشكال دي كويس قوي، عاملين نفسكم بقى لابسين حلو وقال ايه ولاد ناس عشان تطلعوا تسرقوا في الميكروباصات، وكمان مش عايزين تدفعوا الاجره وبتطق لسانك كمان. طب اقول لك على حاجه بقى، انا هطلع اجدع منك ومش هاخد منك اجره، بس لو لمحتك تاني وعملت بقى الحوار ده تاني هتزعل مني قوي. الشاب سكت وهو مش طايق نفسه من طريق كلامها، وبعد شويه نزل وراح على الشركه بتاعته. كان قاعد على المكتب والسكرتيره دخلت عليه: ابعتي لي الزفت اللي اسمه فروده، عايزه يجي لي حالا، نهاره مش فايت النهارده. انا بقى هعرفه ازاي يعمل فيا انا المقلب ده، بقى انا اركب ميكروباص وتيجي واحده معفنه وشوارعجيه تكلمني انا بالطريقه دي، هتقولي من تحت الارض. ايه اللي حصل بس يا فندم؟ انا مش فاهمه حاجه من حضرتك خالص. هو حضرتك يعني جايب ميكروباص ومن دي اللي كلمتك وكلمتك ازاي؟ مش فاهمه حاجه يا عمر بيه. وانت مالك انت؟ تفهمي ليه؟ اعمل اللي بقولك عليه، ويلا غوري بقى ناديلي على فروده يجي لي دلوقتي حالا، عارفه لو اتاخر عليا هخرب بيتك انت.
والسكرتيرة خرجت جري عشان تجيب له فاروق. وبعد شوية فاروق دخل. في يا عمر، عملك 9 الصبح ليه؟ السكرتيرة كانت بتكلمني وزي ما تكون متكهربة. عملت ايه في البنت؟ وبعدين قول لي هنا انا عملت لك ايه يعني عشان تقلب الدنيا عليا كده؟ تعالى فاروق الكلب ده، انا هوريك بقى. تاخد العربية بتاعتي وتسيب لي بقى عربيتك البايظه معفنه دي، وما الاقيش ولا تاكسي ولا اوبر، واضطر بقى عشان مستعجل اركب ميكروباص معفن، وانا عشان مش بشيل كاش ما عرفتش بقى ادفع في الميكروباص. وربنا بعت لي حته بت اللي بتلم الاجره في الميكروباص دي لسانه اطول منها، والله العظيم لسانه مترين. بقى انا اتهزق عشان كلب زيك؟ يا عم روق بس، وفيها ايه يعني لما تعيش يوم واحد بس عيشه الناس الغلابه؟ وبعدين انا برضو كنت مستعجل الصبح ولقيت عربيتي باظت، اتعطل يعني بقى؟ وبعدين على فكره انا اخوك الصغير يعني المفروض براحتي. وبعدين انا فكرت نفسي عملت مصيبه جدع، هو في ايه؟ من الاخر كده انا عايز معلومات عن بنت التبع دي، وانا اقول لك بقى انا ركبت من انهي موقف. كانوا بيقولوا لها يا صابرين جيب لي بقى كل حاجه عنها من اول ما اتولدت لحد ما ركبت معاها الميكروباص، فاهم ولا لا؟ عند صابرين كانت واقفه في الموقف، لقيت في شابين جايين عليها ودول كانوا سواقين في الموقف. وانا بقول يعني الموقف منور ليه وجايب كده طراوه؟ اتاري بقى صابرين واقفه فيه. نورتي موقف يا صابرين، الموقف بيبقى طري كده وفيه طراوه عشان جايه منك انت، ما انت موجوده بقى واقفه فيه. يا عم امال ايه، ده يبقى اخته احسن بيها. انا عن نفسي لو ولاد التبع اللي معايا بجمال صابرين كده احب الشغل قوي، ده انا مش هبطل شغل لا ليل ولا نهار. حد يطول الجمال ده كله يشتغل معاه؟ ما تشتغلي معاه صابرين وهديكي بقى كل حاجه انت عايزاها. هو انت شارب حاجه يا ده انت هو انتوا جايين تسالوا عليا انا بالكلام؟ اتلم انت وهو وغوروا يلا من قدامي عشان ما اكسرش عظمكم. امشي يلا انت وهو. ده يبقى احسن تكسير ده اللي انا هكسره. هو حد يطول يكسر على الايدين الجميله دي؟ كسريني يا صابرين انا راضيه جميل. وبعدين انت لا وش موقف ولا وش بهدله، تعالي معايا تعالي. ها بقول لك ايه يا جدع انت وهو، بعدوا عن اختي ومحدش بقى ليه دعوه بيها، احنا شغالين في حالنا ومالناش دعوه بيكم. ما تقربوش بقى علينا لحسن والله العظيم هزعلكم جدا لو قربتوا منها، مفهوم؟ ايه ده انت اللي هتزعلني يا حسام؟ يا عم قول كلام غير ده. طب احنا هنقرب منها وهناخدها قدام عينك، شوف بقى انت هتعمل ايه. اصل بصراحه كده الموقف ما ينفعش يبقى فيه حريم، كفايه ان انت موجوده حريم. لا ده انت كده بقى دبور وزن على خراب عشه، وانا بقى هعرفكم ازاي تقلوا ادبكم علينا، وهعرف الموقف كله من هي صابرين بنت الحاج حامد. ده انا هخليكم تشوفوني كده في الشارع تخافوا مني وتخافوا تبصوا في وشي. خليك انت يا حسام بعيد لو سمحت وتعالوا لي بقى هنا. وبعد شويه كانوا الشباب الاتنين واقفين قدام حكشه ومضروبين ومتكسرين على الاخر. لا 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 لا، اوعوا تقولوا لي ان صابرين هي اللي عملت كده وعلمت عليكم. بقى حته بنت زي صابرين دي ما تسواش يعني 3 ابيض تمسك بغلين زيكم كده وتضربهم؟ ولا يكونش حسام العيل الطري ده هو اللي عمل كده؟ اكيد لا، حسام اللي بيخاف من خياله. لا يا معلم، ما هو لو حسام يعني اللي كان اتصدر كنا كسرنا عظمه، لكن بنت صابرين ديت طلعت بنت قويه قوي، شكلها كده بتلعب كاراتيه. دي البنت عملت كام حركه كده كومتني انا وهو في الارض. يا خيبتك اخويا انت وهو. طب انتوا الاتنين مش مكسوفين يعني من نفسكم وانتوا بتقولوا ان حته بنت زي دي تعمل فيكم كده؟ غوروا من وش ياض انت وهو، غور اخويا غور. استنى ابقى فكرني ابقى احكم على العيد الكبير، ماشي؟ صابرين قال ماشي يا صابرين يا انا انتي. صابرين كانت ماشيه هي وحسام، كانوا طالعين على شقتهم وحسام بيتكلم معاها بانبهار. انا مش مصدق نفسي، ايه اللي انت عملتيه ده يا صابرين؟ انت طلعتي جامده فعلا، ده انت ضربتيهم هما الاتنين بطريقه سهله جدا. ده انا كنت واقف ومرعوب جدا عليك يا صابرين. بس على فكره لو كانوا مسكوني يضربوني ما كنتش هسيبهم يأذوكي. مين دول اللي يضربوك؟ يا طول ما انا عايشه وطول ما انا معاك ما حدش يقدر يكلمك ولا حد يقدر يلمسك. انا مش عايزاك بقى تخاف من اي مخلوق طول ما انا موجوده. واديك شفت اهو حكشه قال ايه، بعت لي بغلين، فاكر كده ان انا هخاف منه؟ لكن لا، ده لو بعت لي حتى 10 من اللي هو بعتهم برضه في ثانيه كسر عظمهم. بصراحه كان نفسي يا صابرين قوي ان انت اللي تحمي فيا وما خليكيش بقى تعرضي للي انت بتعرضي له ده. ما انت لو كان عندك اخ يعرف يحميكي ما كنتش اتعاملتي مع الاشكال دي، لكن هتعملي ايه؟ اخوكي ضعيف وبدل ما انت اللي بتحمي فيا انا اللي بتحمى فيكي. ما تقولش كده يا حسام، انت اخويا صغير وانت مش ضعيف، انت طيب ومالكش في العنف ومالكش اصلا في كل ده. انا بقى اللي كنت من صغري بحب الكاراتيه وبحب الضرب والحاجات دي، عشان كده يعني بعرف اضرب. لكن انت بقى ما كانش ليك في ده. انا عارفه ان انا جايه عليك وانك مش عارف تمارس مهنتك اللي هي المحاماه، بس قريب قوي هتروح تتدرب عند محامي كبير وانا اللي هسوق الميكروباص. ايه؟ لا ازاي يعني؟ ما ينفعش اسيبك لوحدك بعد اللي حصل ده. وبعدين انت اصلا مش بتعرفي تسوقي. انا اي نعم يعني دلوقتي بحاول اعلمك، بس مش بعلمك سواقه عشان انت يعني اللي تسوقي الميكروباص بنفسك. انا بعلمها لك عشان تكوني عارفاها بس، وانا معاكي اهو، وانا عارف ان انا مش بعمل اي حاجه، بس مش هكون مطمن عليكي لوحدك. لا يا حبيبي انا قد اي حاجه. وبعدين انا عايزك بقى تبقى محامي قد الدنيا عشان بعد كده تريحني ونبعد خالص عن الموقف ده والقرف بتاعه. وبعد يومين عمر كان في مكتبه ودخل عليه فاروق. جبت لك يا عم كل حاجه عن صابرين، البنت دي ابوها وامها ماتوا
ابوها كان كبير الموقف لكن مات مديون، وباعوا كل العربيات اللي كانت عندهم، وما بقاش عندهم بقى غير هو ميكروباص واحد اللي انت شفته ده. اخوها هو اللي بيسوقه، وهي بقى بتنزل مع اخوها عشان هو ضعيف ملوش يعني في اي حاجه غير بس السواقه، واخوها محامي تحت التدريب. وفي واحد بقى اسمه حكشه مستقصدهم على الاخر، وكل شويه بقى بيتعرض لها او بيبعت لها ناس يعني عشان يضايقوها، لكن هي بتعرف ازاي تتعامل معاهم. يعني البنت دي من الاخر كده بنت جدعه صح، وبنت بلد ماشي، اما اشوف هعمل معاها ايه. عشان بصراحه بقى ما فيش قبل كده واحده ابدا كلمتني بالطريقه دي، بس عادي مش مشكله، انا عارفه اتصرف معاها. خلاص روح انت شوف شغلك. هو انت عايز منها ايه يا عمر؟ اديك شفت اهو، البنت غلبانه وملاش في اي حاجه، والطريقه اللي هي اتعاملت معاك بيها دي بحكم شغلها واللي هي بتشوفه يعني. وانت مالك انت عامل معاها ايه؟ ما تتدخلش بقى في اللي مالكش فيه. يلا روح شوف انت بتعمل ايه، يلا اجري ومالكش دعوه بالموضوع ده خالص. وتاني يوم عمر راح بعربيته الموقف ونزل منها وراح لصابرين. خير يا فندم في ايه؟ انا شايفه يعني ان انت معاك عربيه، يعني مش محتاج بقى من هنا اي حاجه، واقف كده ليه؟ وعايز مننا ايه؟ لو عايز مشوار خاص احنا بقى مش بنروح مشاوير خاصه. لا مشوار خاص ايه؟ ما انت شايفه ان انا معايا عربيه، انا مديون ليكي وجاي اديكي الدين بتاعي. هو انت نسيتيني ولا ايه؟ انا اللي كنت راكب معاكي وما كانش معايا فلوس، وجاي عشان اديكي الاجره. خدي اجرتك اهي عشان تعرفي بس ان انا مش نصاب، وما عملتش شويتين دول عشان اتهرب من الاجره ولا حاجه. يعني انت مكلف خاطرك وهززتولك كده وجاي بقى عشان تديني الاجره؟ عادي يا عم، انا بعمل حاجات لله كتير ومش عايزه منك اجره. وبعدين ايه ده؟ انت ليه مديني 200 جنيه؟ ده كتير قوي. عادي خدي اجرتك وخلي الباقي عشانك، انا كمان بحب اعمل خير كتير، وعادي يعني الخير معاكي مش هيروح، ده انت انسب واحده يتعمل معاها الخير. نعم يا اخويا، وانت ليه بتعمل معايا الخير ده؟ هو انت شايفني واقفه بشحت على باب السيده ولا ايه؟ روح ادي فلوسك لحد محتاج، اجري اجري، انا مش محتاجه من اي حد حاجه، ويلا بقى هوينا عشان نشوف يعني اشغالنا. لا فهمتيني غلط، على فكره انا جاي اديكي فلوسك، يعني ما بديكيش حاجه لله. وبعدين انا عايزه اعرف اللي يغصبك انك تشتغلي في الموقف ده. تعالي واشتغلي معايا وانا اريحك واديكي اللي انت عايزاه. ايه تريحني ايه يا حبيبي؟ طب بقول لك ايه بقى يا حلو، عارف لو دلوقتي حالا ما مشيتش من قدامي هرنك حته علقه تقعد شهر فيها في الجبس. انا اصلا مش فايقالك ومش طايقه نفسي دلوقتي. سيبني بقى يا جدع انت، سيبني في حال الله وسيبني اشوف شغلي واتكل على الله. خد عربيتك دي يا حبيبي، تلاقي مامي هي اللي جايباها لك. يلا امشي. هو انت ليه لسانك اطول منك؟ في يا بنت انت بقى انا جاي اعمل معاكي خير وانت بتطولي لسانك عليا؟ يعني انا بقول لك ايه يعني؟ ده انا بقول لك تشتغلي معايا في الشركه. هو انا مثلا قلت لك تعالي معايا شقتي؟ ده ايه الهبل ده؟ مش بشتغل انا في شركات ومش عايزه شغل من حد، انا كده حلو زي الفل، هي دي شغلانتي ومريحاني. يلا بقى طريقك اخضر، اتكل على الله. وحكشه جه عليهم. الله، هو انت بقيتي تعرفي بهوات ولا ايه؟ صابرين غيرتي يعني نشاطك؟ طب كنتي قولي لي كان ممكن برضو البس واعمل فيها بيه عشان عاجبك يعني، مش انا اولى برضو ولا ايه؟ اولى ايه؟ عرة السواقين هي اللي ما تسواش في سوق الرجاله بصله. انت مالك ومالي؟ ما تركزش معايا حكش احسن لك، عشان ما خليش بقى اللي ما يشتري يتفرج عليك. ايه بقى؟ هو انا كل ما اكلمك تقول لي يعني بوقين دول؟ وبعدين على فكره بقى اللي انت عملتيه مع رجالتي مش هيعدي كده بالساهل، وانا جاي بقى عشان انا اللي ادبك. ما تحترم نفسك يا عم، انت بتتكلم كده ليه؟ مش مرجاله على فكره انك تكون حاطط واحده ست في دماغك. اتأدب بقى ومالكش دعوه بيها عشان مش هيحصل لك. طيب ايه ده بقى ان شاء الله؟ هي جايباك المحامي بتاعها ولا ايه؟ طب ولو بقى ما مشيتش مين بقى اللي هيقف لي؟ انت اللي هتقف لي؟ ما انت شكلك بيه ومالكش في الحاجات دي، ده انت تتكسر هنا في ثانيه. تكسر مين يا حوكشه؟ هو واقف مع اي واحده ولا ايه؟ فتح كده يا اخويا وشوف انت واقف قصاد مين. الراجل ده جاي هنا عشاني، وانت بقى لو مديت ايدك عليه ولا زعلته انا اللي هوقف لك. وانت تدافع عنه ليه؟ ما هو واقف اهو وكان عامل لي فيها 7 رجاله، وانا بقى اعلمه الادب واقطع رجله الموقف ده. انت بتاعتي انا لوحدي مش بتاعت حد تاني. ولا انا مش بتاعت حد يالا، ولا انت ولا غيرك. ويلا غور من وشي عشان ما ازعلكش عن نفسك. ما انت كل مره تيجي وتتكلم اقل منك وامشيك كده زي اللهبل. شكلك بقى زباله قوي في الموقف. حكشه قرب منها ورفع ايده عليها ولسه يضربها، قام عمر مسك ايده ومسكه ضربه جامد. وبعد شويه صابرين كانت واقفه مع عمر وحكشه كان اتضرب ورجالته اخدوه. ما كانش ليه لزوم يعني يا استاذ ان انت تعمل كده، ما انا دايما يعني بقف مع الواد اللي اسمه حكشه ده ودايما بياخد مني على دماغه. بس على العموم كتر خيرك على اللي انت عملته ده، وكفايه بقى لحد كده واتكل على الله. ولو على الاجره انا خلاص مسامحاك فيها. بصراحه انا اول مره اشوف بنت في حياتي بالتركيبه بتاعتك دي، بنت زي الرجاله، جدعه وكمان واقفه وقفه رجاله جنب اخوها الصغير ومحدش بيقدر يجي عليها ولا حد يقدر يكلمها. انت اللي بقالي سنين بدور عليكي، ويمكن ربنا عمل كده عشان اشوفك والاقيكي. صابرين انا عايزه اتجوزك، مش عشان بقى حبيتك من اول نظره ولا الشغل ده، لا، عشان لقيت فيكي البنت اللي في دماغي من زمان، من سنين طويله، بنت بلد وجدعه اللي محدش بيقدر عليها. ايه الكلام اللي انت عمال تقوله ده؟ هو انا اصلا اعرفك؟ وبعدين هو انت فاكر نفسك مين؟ هو عشان وقفت لي بقى وضربت حكش عشاني فخلاص بقيت بقى البطل بتاعي، والمفروض بقى ان انا هقع في دباديبك؟ يلا يا جدع انت اتكل على الله، اتكل على الله من هنا، مش عايزين بقى عطله، كفايه اللي حصل. عمر مشي وساب صابرين
وبعد فترة صابرين كانت واقفة، لقيت في ميكروباص داخل عليها، واللي سايق الميكروباص ده كان هو عمر. يخرب بيتك، انت ايه اللي جابك تاني؟ ايه اللي انت راكبه ده؟ هو انت ناوي بقى تسيب الشركات والعز بتاعك وتشتغل سواق ميكروباص؟ ايه يا جدع انت ناوي فقر ولا ايه؟ انا مستعد كمان امسح عربيات لو ده اللي هيعجبك يعني فيا، يعني مش هسوق بس ميكروباص، ولو الفقر بقى هو اللي هيخليكي تبصي لي فهبقى فقير عادي جدا بالنسبه لي. وبعدين معاك بقى انا يا عم ماليش دعوه، تسوق بقى ميكروباص تبقى فقير او حتى تبقى غني ماليش دعوه بيك، انت حر في نفسك، وهتشتغل هنا يبقى تشتغل بأدبك ومالكش دعوه بيا خالص. وبعد فتره صابرين كانت طول النهار عينيها على عمر، عماله تضحك عليه عشان هو بيحاول يقلدها وينادي على الناس. يا اكرم عبود اللي جاي، مكرم عبود بتقولوا ايه؟ انا مش فاكر. يلا تعالي يا انسه، تعالي تعالي يا مدام، عربيتنا فيها تكييف ومريحه جدا، سيبكم بقى من العربيات المكسره وتعالوا على العربيه الجديده. صابرين ضحكت وراحت عليه. ايه اللي انت بتعمله ده يا عمر؟ في حاجه اسمها مكرم عبود، اسمها مكرم عبيد، ازاي بس واحد ابن الناس زيك كده ويسوق ميكروباص ويبقى مع الوحوش دول؟ روح يا ابن الناس شركتك وخليك احسن في شغلك. ما هو انت لو ما وافقتش عليا هفضل كده سواق على طول وذنبي هيبقى في رقبتك. وبعدين عادي لو انت بقى مش موافقه عليا، يمكن يعني بنوته حلوه كده تعجب بيا وانا سواق كده ومتبهدل كده. بنوته حلوه تعجب بيك؟ واللي هتعجب بيك دي هتعجب بيك بقى على نيلتي يا اخويا، خليك سواق، انا مالي، اعمل تعمله ياكش تولع. بعد فتره عمر كان عمال يتقرب من صابرين، وصابرين فعلا اتعلقت بيه، بس هي مش مبينه وهو حبها جدا. وفي يوم حسام كان واقف مع صابرين. انت هتحني على عمر امتى بقى يا صابرين؟ ده ابن ناس وغني وهيريحك وبيحبك جدا، ده كفايه ان هو نزل من مستواه واشتغل سواق وكل ده عشان يعجبك. على فكره بقى انا كمان شايف ان انت معجبه بيه. بقول لك ايه يا حسام، خليك في حالك، انا يعني مش معجبه بحد، وبعدين على فكره مش هفكر في اي حاجه من الكلام ده غير لما اطمن عليك، وبعد كده بقى ربنا يحلها. ايه ده؟ ايه اللمه اللي هناك دي؟ تعال نشوف في ايه. صابرين واخوها راحوا عند اللمه، ولو الحكومه بتقبض على حكشه، والظابط واقف مع عمر وبيشكره. عمر بيه احنا متشكرين جدا عشان خلتنا نقبض على اخطر واحد بيتاجر في ممنوعات، وكمان قبضنا عليه وهو بيتفق مع واحد تاني عشان كان عايز يرمي ميه نار على وش صابرين. لو ما كنتش بلغت ما كناش عرفنا نقبض عليه. يا حضره الظابط انا ما عملتش يعني غير الواجب، وبعدين واحد زي حكشه ده مكانه السجن مش مكانه في وسط الناس، ومتشكر جدا على اللي انت عملته. يا لهوي، بيتفق مع واحد عشان يرمي على وشي ميه نار؟ الله يخرب بيتك يا حكشه، على بيت ابوك يا حكشه كلب. عمر يعني انت السبب ان حكشه دوت يتقبض عليه؟ ما انت طلعت جدع اهو، هو ابن بلد. امال هو انت فاكراني ايه يعني؟ لا ده انا عاجب قوي وبقيت مدردح جدا وبقيت احسن سواق في الموقف. معلش بقى لا مؤاخذه يعني يا استاذ حسام. بقول لك ايه، هتجوز صابرين؟ ها بقول لك ايه يا صابرين، هتجوزك يعني هتجوزك برضاكي بقى غصب عنك، برضه هتجوزك. يا عم ده انت بتحلم، تتجوزني ايه بس؟ ايه ما لقيتش قدامي غير انت واتجوزك انت؟ اصل انت يعني مش الستايل بتاعي، روح شوف لك واحده على قدك، يلا يا شاطر، انا مش بتاع الجواز. عدت فتره كبيره، كانت خلاص صابرين سلمت ووافقت على عمر، وكانوا قاعدين في الفرح وصابرين لابسه فستان فرح وعمر جنبها. انا قلت لك قبل كده ان انا عمري ما هسيبك، وهكوني ليا يعني هكوني ليا. اللي بقى الرخامه دي ليه؟ البهدله بقى اللي انت عملتيها فيا دي؟ كنت وافقتي من اول. على فكره يا سوسو انا بحبك قوي. صابرين لاول مره بتتكسف وتحط وشها في الارض وبتضحك، وحسام خلاص بقى بيتدرب عند احسن محامي وعاشوا حياتهم في هدوء وسعاده. ونبدا قصتنا. كان فرح ساره وخالد، وكانت اسعد لحظات حياتهم. الف مبروك يا روحي، انا اسعد انسان في الدنيا عشان انت خلاص بقيتي من نصيبي. وانا كمان يا خالد، بس انت هتفضل على وعدك ليا ان جوازنا مش هيأثر على دراستي ولا حلمي ولا مستقبلي، صح؟ مش هيأثر يا حبيبتي، ما تقلقيش، وانا هكون اكبر داعم ليكي واساعدك في كل اللي تحتاجيه لحد ما تحققي كل اللي بتحلمي بيه. وبعد كام شهر قضوهم خالد وساره في هنا وسهر، ما بين لحظات اول سنه جواز وبين دراسه ساره اللي كان خالد متحملها تماما، وساره ابتدت ترجع. خالد انا تعبانه قوي، حاسه بحاجه مش طبيعيه، مش مرتاحه، بطني تعبانه قوي. يمكن اكلت حاجه مش نظيفه في الكليه، ما دايما الطلبه بتوعك بيدوكي سناكس كتير. لا 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 انا ما اكلتش اي حاجه النهارده، بس حاسه ان معدتي تعبانه قوي. انا هروح اجيب لك مسكن يريحك، وكمان اجيب لك اختبار، ممكن تكوني حامل. نعم حامل؟ حامل ايه؟ لا طبعا استحاله اكون حامل، لا انا مش عايزه اكون حامل دلوقتي. ليه بس يا حبيبتي؟ احنا بقالنا 7 شهور متجوزين، جه الوقت انك تحملي، هنستنى ايه تاني؟ يا خالد انا مش فاضيه الحمل دلوقتي خالص، انت عارف اني بحضر الماجستير ولسه الدكتوراه وحلم كبير قوي قدامي، فحمل بقى دلوقتي لا مش هينفع. يا ستي ما تقطعيش بس، ربنا بيعين كل واحد على حاله، وما تنسيش بقى ان انا هكون معاكي ومش هسيبك، حتى لو حملتي وخلفتي هكون بدعمك وسندك، ما تقلقيش، انا هنزل اجيب الاختبار عشان نطمن. لا يا خالد انا مش حامل، بقولك مش حامل، انا ماشيه على الحبوب انتظام، استحاله اكون حامل. نعم بتقولي ايه؟ هي ساره ده
ازاي تاخدي اي موانع من غير ما اعرف؟ ليه ما قلتليش؟ انا لسه اول شهر اخدها يا خالد، قلت الفتره دي عندي مذاكره وابحاث كتير، فقلت هاخدها الشهر ده بس للاحتياط يعني مش اكتر. خالد انا تعبانه، هدخل اريح شويه. خالد بحنان: طيب ماشي يا روحي، هروح اجهز لك بقى غدا، انما ايه معتبر وكمان خفيف عشان معدتك. ودخلت ساره اوضتها ومسكت الحبوب. لو خالد عرف ان انا باخد الحبوب ديت من اول يوم جوازنا مش عارفه هيعمل ايه. ربنا يستر، لو عرف هيزعل قوي. ايه ده يا خبر، انا الحبوب المره دي لخبطت فيها جامد. يا خبر، في ايام كتير كنت ناسيها من ضغط المذاكره، ما فكرتش خالص. يا نهار ابيض، هل فعلا ممكن اكون حامل؟ لا طبعا استحاله ده يحصل. يا رب يا رب خيب ظني وما اكونش حامل. لا مش عايزه طفل يعطني دلوقتي. انا هنام وهرتاح وان شاء الله اكون كويسه. ولما نامت وصحيت لقيت خالد مجهز السفره ودخلها الاوضه. يلا يا روح، انا جهزت السفره والاكل جاهز، اكيد انت جعانه. قولي لي بقى اخبار بطنك عامله ايه دلوقتي؟ احسن؟ ساره حطت ايديها على بطنها وكانها ترجع. خالد الريحه اللي انت حاططها دي ريحتها وحشه قوي، هرجع منها. ده البرفيوم المفضل ليكي يا ساره، وانت بتحبيه قوي، ده انت اللي جايبهولي كمان. لا لا لا، ريحته مش عجباني، ارجوك اتصرف، مش عايزه اشمها. حاضر حاضر، اقعدي انت على السفره وانا اروح اخد شاور عشان الريحه اللي مضايقاكي تروح. عن اذنك يا حبيبتي. ولما دخل اخد شاور خرج لها: شم اي ريحه كده؟ انا حاولت على قد ما اقدر اخفيها تماما بالشاور والكريمات. في حاجه؟ لكنه اتفاجئ لما لقاها بترجع في الحمام، فقرب منها: ايه مالك تاني؟ قرفتي من ايه؟ ريحه الاكل مش طايقاها، رغم ان الاكل اللي انت عامله ده شكله شهي قوي. هو انا جعانه وما اكلتش حاجه من الصبح، بس برضه حاسه ان انا قرفانه ومش طايقه ريحه الاكل. طب والله شكلك كده يا ساره اطلع حامل، احنا لازم نروح للدكتور عشان نطمن. لا يا خالد، قلت لك انا مش حامل، ارجوك بطل بقى تتعشم على الفاضي. حاضر زي ما تحبي. هتقدري نقعد على السفره؟ هاكلك بنفسي ما تقلقيش. هحاول يا رب اقدر، انا اصلا جعانه قوي. وبعد كام يوم ساره ما كانتش مرتاحه ومش قادره خالص تنزل الجامعه، عشان كده قررت تبعت الشغاله تنزل لها الصيدليه عشان تجيب لها اختبار حمل تتاكد من شكوكها وشكوك كمان خالد وتقطع الشك باليقين. ولما رجع خالد من الشغل سمع صوت عياط، والصوت ده جاي من اوضه النوم، فجري بسرعه يدور على ساره. ساره يا ساره انت فين؟ فلقاها قاعده في زوايا في الاوضه وعماله تعيط. قرب منها وحضنها: ايه ده خير، مالك يا حبيبتي؟ بتعيطي ليه؟ حاجه بتوجعك؟ طب في حد زعلك؟ ساره كلمي، مالك؟ انا مش مستحمل عياطك، قلبي بيتقطع. انا طلعت حامل فعلا زي ما انت قلت يا خالد، انا حامل. ايه حامل؟ الحمد لله الحمد لله. معقول دي حاجه تزعل او تخليك حتى تعيطي؟ مبروك يا روحي، الف مبروك. ولا دي بقى دموع الفرحه؟ ايه يعني انت يا خالد مبسوط؟ ايوه طبعا مبسوط، اخيرا ربنا بعت لي حته منك. تعرفي انا عايزه اكون بنت وتكون نسخه منك عشان يكون عندي ساره كبيره وكمان ساره صغيره. ياه انا ساعتي ما بتوصفش، مش قادره اقولك. كان نفسي افرح زي كده يا خالد، بس مش قادره، انا لسه مش مستعده، مش عارفه اتقبل موضوع الحمل ده خالص. مع الوقت هتتعودي، وكمان هتشتاقي تشوفيه وتمسكيه بين ايديكي. مع كل حركه هيتحركها في بطنك سعادتك هتكون كبيره قوي، هتكون دي اغلى حاجه عندك. هو دراستي ورساله الماجستير والدكتوراه، حلمي، كل ده هيروح. كل حاجه هتفضل زي ما هي. هنتعب شويه لكن مفيش حاجه تتعطل، وانا معاكي ما تخافيش. تعالي يلا ناكل وبعدها بقى ننزل ونروح للدكتوره عشان نطمن عليكي وعلى البيبي. وبعد فتره عند الدكتوره: مبروك، المدام حامل في توأم. ايه توأم كمان؟ هو انا كنت ناقصه واحده لما يكونوا 2؟ خالد الحقني، انا كده هموت. بعد الشر عنك يا روحي، كل اللي يجيبه ربنا كويس والحمد لله، ده ورث وربنا بعته لينا. مبروك يا روحي. خالد لاحظ نظرات الدكتوره وانها عايزه تقول حاجه، والحاجه ديت مش مبشره خالص، فشاور لها انها ما تتكلمش. وبعد الزياره نزل على العربيه: ساره انا تقريبا كده نسيت التليفون في اوضه الكشف، هطلع اشوفه جايلك حالا. وطلع خبط على الدكتوره: استاذ خالد انا كنت في انتظارك. خير يا دكتوره؟ شكل كده بيقول في حاجه عايزه تقوليها. بصراحه مش حابه اخبي عليك، بس يعني في واحد من التوأم شكله كده مش طبيعي، لكن ما اعرفش حد ده دلوقتي الا لما يكبروا شويه، ولما يكبروا شويه هنعمل وقتها فحوصات عشان نتاكد، لكن المتاكده منه ان في حاجه غلط في جنين منهم. لا حول ولا قوه الا بالله، لله الامر من قبل ومن بعد. طب والحل ايه يا دكتوره؟ هو في امكانيه حاليا ان انت تنزله بس بعمليه، لكن العمليه ديت فيها نسبه خطوره كبيره قوي على ساره، لكن الطفل التاني لا، لانه الحمد لله هو في كيس لوحده. لا طبعا، طالما في خطوره على ساره يبقى مش هنعمل حاجه، سيبيها بقى بظروفها وكل اللي يجيبه ربنا خير. وعدت الايام وتاكد خالد من الدكتوره ان الطفل التاني فعلا هيكون عنده متلازمه داون وانه مش هيكون طبيعي، لكن خالد بقى اصر عليه. الحمد لله على كل حال يا دكتوره، مش هفرط انا في ابني مهما كان، بس من فضلك بلاش تقولي لساره اي حاجه دلوقتي عشان نفسيتها ما تتعبش، خليها تعرف وقت الولاده هيبقى افضل. زي ما تحبي يا استاذ خالد، مش هجيب لها اي سيره. وبالمناسبه الجنين التاني هيكون بنت ان شاء الله. وفي العربيه: ايه يا خالد اللي اتاخرت عند الدكتوره؟ كانت بتقولك ايه؟ وايه كل التحاليل ديت والفحوصات والاشعه كل ده ليه؟
عشان يعني نطمن على صحتك والبيبيهات يا ساره. انت مش حامل في واحد بس، دول توأم يا ساره، وبالمناسبه ان شاء الله يكونوا توأم ولد وبنت. افرحي بقى. كويس انهم ولد وبنت عشان ما تقوليش بقى خلف تاني. انا بعد كده ان شاء الله هاخد احتياطاتي كويس قوي عشان الغلطه دي ما تتكررش. نعم، بتسمي حمل غلطه؟ يا بنتي افرحي. امال احنا متجوزين ليه؟ عشان نفضل كده بطولنا لوحدنا؟ الاطفال دول هم زينه الحياه، هم اللي بيملوا علينا الدنيا. ساره ما اهتمتش الكلام خالد وفضلت متضايقه عشان هي حامل. ولما جه وقت الولاده خالد كان خايف قوي من رد فعلها لما تعرف بحاله ابنها. ولما طلعت من العمليات لقيت خالد في انتظارها وهو شايل بنتهم. الحمد لله على سلامتك يا روحي، تتربى في عزك، بنت زي العسل حتى. شوفي بستها ساره وكانت مبسوطه بيها قوي. الله يا خالد، دي حلوه قوي وصغيره قوي يا خالد، بس فين اخوها؟ عايزه اشوفه. خالد ما كانش حاببها تعرف وهي لسه تعبانه كده. اصل هو يعني لسه في الحضانه تعبان شويه، وان شاء الله كده يومين وهيطلع وهتاخديه في حضنك حبيبتي. طب انت بقى تسميهم ايه؟ خالد كان مخطط ومختار اسماء لاولاده من زمان. البنت هسميها حياه والولد هسميه رحيم. الله، الاسماء حلوه قوي يا خالد، ربنا يخليهم لينا يا رب. وبعد كام يوم لما صحه ساره بدات تتحسن خالد راح جاب الولد من الحضانه، واول ما شافته ساره اتخضت وفضلت تعيط. ايه ده؟ يعني ايه يا خالد؟ انت ليه ما قلتليش؟ يعني كنت عارف ان ابني كده وما تقوليش؟ واكيد بيكون معروف من وقت الحمل. عشان كده انت كنت بتفضل بقى تتكلم مع الدكتوره بعد لما اخرج، صح؟ هاتريك كنت عارف ومخبي. وايه يعني يا روحي؟ انا ما كنتش يعني عايزه ازعجك خلال فتره حملك عشان ما تتعبيش. يعني ايه يا خالد؟ لا طبعا كان لازم تقولي. انا لو كنت اعرف ما كنتش هقبل بيه ابدا. ازاي يعني دكتوره وليه مركزها زي كده وتكون ام الولد معاق؟ انا كنت هنزله مش هسيبه. بتقولي يا ساره انت اتجننتي ولا ايه؟ ازاي تخلصي من ابنك؟ هو بس بقى اسكتي، ما تقوليش على رحيم معاق. رحيم احسن ولد في الدنيا، هو بس عنده موهبه خاصه وعنده عالمه الخاص ومحتاج بس اللي يفهمه ويرعاه صح. لا مش قادره اتقبله، مش قادره ابص في وشه. خالد ابعده عن وشي ارجوك، انا مش عايزه اشوفه. خالد اتضايق جدا من كلامها. ساره انا مش مصدق ان الكلام ده يطلع منك انت، من واحده دكتوره كبيره وتعلمي عليه زي كده. طب كنت خلي الكلام ده لحد جاهل، انت ازاي تتكلمي على ابنك بالبشاعه دي؟ انت السبب يا خالد، لو كنت قلت لي انا كنت نزلت وقتها، كان لازم اعرف عشان اتقبله، مش هتحط قدام الامر الواقع. اسمع يا خالد، الولد ده احنا هنحطه في دار رعايه، يهتموا بيه ونبقى كل شهر ان شاء الله نروح نزوره ونديهم فلوس عشان يهتموا بيه. خالد كان مصدوم من كلامها. انا مش هسمع منك دلوقتي، انا عارف ان انتي مصدمه اعصابك تعبانه عشان لسه والده وكده، لكن لما تهدي كده وترتاحي نبقى نتكلم. بعد كام يوم ساره ما كانتش فيهم بتدي وش رحيم ابنها صغير خالص، وخالد اللي كان مهتم بيه وبيديه الببرونه. وفي يوم صحي لقاها محضره شنطتها وشايله بنتها حياه. ايه يا ساره في ايه؟ انتي لابسه كده واخده شنطتك وكمان اخده البنت، رايحه فين؟ خالد انا اسفه قوي، انا بقالي كام يوم كده بفكر في الموضوع ده، والظاهر ان انت مصر ومتمسك جدا بالولد ومش ناوي بقى تتخلى عنه. لا طبعا مش ناوي اتخلى عنه ابدا، ده ابني حته مني، عارفه يعني ايه؟ ده هبه ربنا لينا، ذنبه انه هو يطلع كده عشان تخلي عنه؟ عمل لي كده عشان تقابليه بالقسوه دي؟ ده انت حتى يا شيخه ما بصتيش في وش ابنك ابدا، ولا حتى اخدتيه في حضنك من يوم ما اتولد. ذنبه ايه الولد؟ قولي لي. انا ما كنتش عارف انك بالقسوه دي والجحود ده كله. مش ذنبي ان انا مش متقبلاه، مش ذنبي ان انا مش عارفه احبه، عشان كده قررت خلاص بما انك بقى متمسك بيه فخليه معاك، وانا اخد البنت وهمشي، لان الوضع كده مش هينفع، واساسا انا مش هقدر على اتنين، ومذاكرتي ومستقبلي كفايه قوي حياه. قصدك ايه يعني بانك تاخدي البنت وتمشي؟ فهميني. انا هسافر يا خالد، انا جايلي بعثه، هاخد حياه وهسافر، ومش عايزه اي حد يعرف ان رحيم ده يبقى ابني انا. اتمنى بقى تفهمني صح. يا ريتني فهمتك صح من زمان يا ساره، يا ريتني كنت عرفتك على حياتك من زمان. ساره انتي طالق يا ساره. ساره ما تهزتش لحظه، وده لانها بتفضل شغلها على حياتها العاطفيه. ولما انفصلوا بكل هدوء خدت البنت ومشيت، وخالد حضن بنته جامد وودعها وهو زعلان جدا انها مش هتربى معاه ولا قدام عينه. سامحيني يا حياه، غصب عني بعدك عني يا حبيبه قلبي، بس الظاهر كده مكتوب لنا الفراق، ان شاء الله نتقابل في يوم من الايام. مع السلامه يا حبيبتي. وبعدها فضل خالد يهتم برحيم ويرعاه كويس وياكله ويلبسه ويعمله كل اللي محتاجه ويسهر بيه ويداويه، وكان ليه الام والاب والصاحب والونيس. وعدوا سنين وسنين لحد ما الاولاد كبرت وساره كبرت وحققت خلاص حلمها وبقت افضل دكتوره على مستوى العالم العربي، والكل بيشهد بكفاءتها وعلمها. ولما حياه كانت تسال امها عن اخوها وابوها بتقول لها انهم ماتوا في حادثه زمان وهي صغيره. حياه بقى كانت دايما وحيده قاعده لوحدها مش بتتكلم مع حد، وده لان امها اصلا مش فاضيه لها ابدا. فقررت ماما انا عايزه انزل مصر، انا زهقت من هنا قوي. حضرتك بتقولي ان اصلنا مصري، انا عايزه انزل اشوف بلدي واتعرف على قرايبي، اكيد لنا قرايب في مصر مش كده؟ انا محتاجه اشوفهم يا ماما، ارجوكي بقى وافقي. انا ما فيش عندي مشكله، بس انا مش فاضيه اسافر، ورايا شغل كتير هنا ما ينفعش اسيبه. انتي ناسي ان انا مترشحه للانتخابات هنا بالنيابه عن مصر. طب خلاص هروح انا يا ماما، انا مبقتش صغيره واعرف اسافر لوحدي، ما تخافيش عليا. اوكي اعمل اللي انتي عايزه تعمليه،
انا هنزل ويمكن اتاخر شويه، بالليل بقى بيتعشي انتي ونامي. يلا سلام. وبعد كام اسبوع حياة قدرت انها تحجز تذكره وتنزل على مصر وتدور على قرايبها هناك. اما رحيم فكان متفوق جدا في دراسته ودخل قسم برمجه والكترونيات، وخالد كان مسميه من صغره المخترع الصغير. انا مش عارف اقولك يا بابا، طول عمرك واقف معايا وبتدعمني ومؤمن بيا جدا ان انا ممكن اكون حاجه لما اكبر. انا كل اللي انا فيه دوت بفضلك انت، طبعا بعد ربنا يقدرني يا بابا واقدر ارد لك الجميل ده في يوم من الايام. حضنه خالد. يا ابني انت ابني، انا ما عملتش اللي عملته دوت ومستني منك كلمه شكر، عملته بحب صادق لحته من قلبي. لو كانت ماما واختي معانا هنا كانت فرحتنا وحياتنا هتكون اجمل بكتير. امك هي اللي اختارت دراستها وشغلها وحياتها بعيده عننا وفضلت كل ده علينا، هي حره بقى. بابا انا نفسي اشوفها قوي. يا ابني في يوم من الايام هتشوفها. وفجاه الباب خبط، ولما رحيم فتح لقى بنت جميله ملامحها مش غريبه عليه. افندم انت مين؟ مش ده بيت عيله سليم الشواف؟ اصل هنا قرايبي فكنت جايه اسلم عليهم. ايوه هو، اتفضلي تعالي ادخلي. ولما حياة قعدت بصت على رحيم بلطافه. كويس قوي ان انت متقبلاني، مش كل الناس بتقبلني ولا بتحب تقعد معايا، في ناس اول ما اتكلم معاها بيبعدوا عني. ليه يعني؟ ايه المشكله فيك؟ ما انت انسان زينا بالظبط، وطالما خلقك مهذب يبقى ليه ابعد عنك؟ يا ريت الناس كلها نفس تفكيرك. انت بقى اسمك ايه؟ اسمي حياة. وانت اسمك ايه؟ احنا قرايب مش كده؟ انت اسمك على اسم اختي، كان ليا اخت توأمي اسمها حياة برضو، بس للاسف ماما اخدتها وسافرت وبعدوا عننا خالص. انا عمري ما شفتهم، كان نفسي اشوفهم قوي. انا عارف انهم بعدوا عشان مش عايزين يقعدوا مع واحد عنده يعني متلازمه داون. حياة كانت مصدومه. ايه انت اسمك رحيم؟ انت رحيم خالد سليم الشواف؟ ايوه انا. انت تعرفيني ولا ايه؟ هو انا مشهور قوي كده؟ حياة عيونها دمعت. رحيم اخويا انا وتوأمي. انت لسه عايش انت وبابا؟ طب ازاي؟ ماما قايله لي انكم عملتوا حادثه ومتوا. رحيم انت رحيم اخويا بجد؟ نعم. يعني انت حياة اختي؟ لا احنا ما عملناش اي حادثه الحمد لله، طول عمرنا عايشين هنا. ماما ساره هي اللي اخدتك ومشيت وبعدت عني. كنت حابب قوي ان احنا نتربى سوا وسط ماما وبابا، ما كنتش حابب يعني ان احنا نتفرق. حياة اخدته في حضنها. رحيم اخويا حبيبي. يا رحيم، يا لو عارف انكم لسه عايشين كنت نزلت ليكم مصر من زمان. ماما مش فاضيه ليا، مكرزه حياتها للشغل وبس، مش مهتميه بيا. انا عايشه لوحدي طول الوقت. لو اعرف انكم عايشين كنت نزلت، لكن ماما قالت لي انكم متوا. ليه ماما تعمل فيا وفيكم كده؟ في الوقت ده جه خالد. مين يا رحيم اللي كان بيخبط؟ وانت بتتكلم مع مين؟ حياة اول ما شافته قامت وقفت واتأثرت جدا وعيطت. بابا انا مش مصدقه. خالد ما كانش مصدق عيونه. ايه ده؟ انت حياة بنتي انا؟ بابا حبيبي وحشني قوي، طول عمري كنت بتمنى ان انت تكون عايش، كنت بحلم بضمتك ليا، بحلم بحضنك الدافي ده يا بابا. يا بابا يا حبيبي، الحمد لله ان حلمي اتحقق وطلعت عايش انت ورحيم اخويا، الحمد لله. بابا انت وحشتني قوي. يا حياة كبرتي قوي يا روح قلب ابوكي وبقيتي عروسه، وكل ده من غير ما اشوفك. ما شفتكيش وانتي بتكبري قدامي وبين ايديا. الله يسامحها امك، هي سبب في البعد ده كله. ايه يعني حضرتك يا بابا متقبلني وسطيكم؟ يعني مش عايزني ابعد؟ معقوله؟ تبعدي ده ايه؟ ده انا ما صدقت لقيتك يا حياة، ما صدقت ان انتي ترجعي لي، والحمد لله الف مره ان انا شفتك قبل ما اموت. بعد الشر عنك يا بابا، يعني مش وقت ما اشوفك والاقيك تقوم في الاخر قايل لي كده. خالد اخدها في حضنه تاني. مش هنفترق تاني ابدا يا حبيبتي باذن الله يعني. وعدت الايام وعاشت الاسره في سعاده وهنا، وحياة لقيت روحها المفقوده منها، لقيت اللي يحبها ويسمعها ويحس بيها كمان. وفي يوم انا فزت يا بابا، فزت يا حياة. الاختراع بتاعي تم اختياره من ضمن عشرات الاختراعات، وهيتم كمان تكريمي. طب والله العظيم انت تستاهل كل حاجه حلوه يا رحيم، انت حبيبي، انا معاك في التكريم ان شاء الله. انا كنت واثق فيك وكنت واثق انك هتقدر تحقق حلمك وتكون حاجه كبيره. ربنا يبارك لي فيك يا رحيم، انت واختك، مبروك يا حبيبي. بس للاسف يا بابا التكريم هيكون بره مصر، هنعمل ايه بقى؟ ولا حاجه يا حبيبي، هنسافر كلنا سوا، هنحضر حفله تكريمك، وهو بالمره بقى نتفسح شويه، ايه رايكم؟ رحيم كانت الفرحه مش سايعاه، وفي يوم التكريم في المانيا مقدم المسابقه كان بينده على اسم الفائز في المسابقه هو رحيم قام وقف والكل سقف له، وكانت المفاجاه ان اللي هيسلمه جايزه هي ساره امه. اول ما قريت اسمه بالكامل رحيم خالد سليم الشواف ايديها بقت تترعش. رحيم ابني انا، رحيم ابني كبر وبقى حاجه مشرفه في البلد وفاز كمان بالاختراع، يعني ابني من العباقره، ابني انا من المتفوقين وهو في حالته دي، ازاي؟ فجاه لقيت دموعها بتنزل ومش عارفه توقفها، قربت منه واخدته في حضنها لاول مره في حياتها. سامحني يا رحيم، انا اتخليت عنك وانت صغير، يا ريتني ما سبتك، انا اسفه بجد من كل قلبي. رحيم كانت سعادته لا توصف لما شاف امه، لانه كان حلم حياته يشوفها، وعرف ان هي لان كان بيشوف صورها. ماما تعرفي يا ماما، انا لما شفتك النهارده
دي احلى جايزه ليا في الكون. بحبك يا ماما ساره، انا كل يوم بحلم بيكي. ساره ما كانتش عارفه توقف دموعها، وقد ايه عرفت حقارة اللي عملته لما مشيت وسابته واتخلت عن ابنها وهو في عز احتياجه ليها. ومن بعد اليوم ده قررت ساره تسيب شغلها وتتفرغ بس لاولادها، وعرفت ان كل حقيقته من نجاح طول السنين دي كلها ما تسواش حاجه ولا تسوى دفع العيله. وفضلت تترجى في خالد ان هو يرجعها تاني، ولما خالد لقى انها فعلا ندمانه وافق ورجعوا لبعض وعاشوا مع بعض في سعاده وهنا. ولحد هنا ويلا بينا نبدا قصتنا. ادهم ونجوى قاعدين في كافيه اللي دايما بيقعدوا فيه على طول وهما مخطوبين، وادهم جايب هديه لنجوى وفرحان بيها قوي. بص يا نجوى، جبتلك هديه اهو، بقالي شهرين بحالهم عمال احوش في تمنها وما صدقت بقى اني جمعت تمنها وجبتها لك اهي. ايه رايك فيه؟ ده الخاتم اللي كان عاجبك قوي عند الجوارجي، فاكره؟ خليته يعمل لي بقى واحد شبهه بالظبط. هو تقليد بس ايه، من نوع نضيف، لا هيبيض ولا اي حاجه. يعني انت بقالك شهرين كاملين بتحوش بقى في تمن خاتم فالصو كمان؟ بقول لك ايه يا ادم، انا دلوقتي بقى لي 3 سنين مخطوبه لك ومش شايفه اي حاجه، وبصراحه بقى انا عايزه اتجوز واحد عشان اهرب من الفقر معاه، مش يغرزني في الفقر اكتر. نجوى ايه اللي انت بتقوليه ده؟ طب ما انت عارفه ظروفي من اول، وقلتي ان انت هتصبري عليا، وانت عارفه كويس قوي ان انا كنت شغال عشان اجوز اختي، وانا اللي بصرف على ابويا وامي عشان هما مرضى. وفوق كل دوت انت عارفه ان اختي سهر طلباتها كتير جدا عشان يعني على قدها، وبشتغل بدل الشغلانه شغلانتين عشان اعرف اتجوزك، واي حاجه بتعوزيها بحاول على قد ما اقدر اجيبها لك. اللي اتغير دلوقتي خلاص بقى يا اخي، زهقت بقى من قعده الكافيه الرخيص ده اللي انت دايما بتقعدني فيه. ده انت ساعه لما بتفسحني بتمشيني على الكورنيش، هو تجيب لي ذره وهي دي بقى تبقى عيشه؟ اصل يعني لما انت قبل الجواز ومش عارف بقى تصرف عليا، امال لما تتجوزني هتصرف عليا ازاي؟ لا بقول لك ايه بقى، خلاص كده انا استكفيت من العلاقه دي، وبصراحه كده انا جالي عريس وكويس قوي وهيريحني، ما انا مش هفضل بقى رابطه نفسي كتير بالدبله الفالصو دي اللي انت جايبها لي، وكل واحد بيشوف حياته، اشمعنى انا؟ عن اذنك. نجوى سابته ومشيت، وادم كان قاعد وماسك الدبله في ايده وبيكلم نفسه بزعل. يعني بعد كل اللي انا عشته وشفته معاها دوت تسيبني كده بالسهوله دي؟ وكل ده عشان ايه؟ عشان فلوس؟ طب ما انا بعمل على قد ما بقدر عشان اساعدها، ده انا يعتبر مش بنام، وكل ده عشان اجمع تمن الشقه، ده انا كنت بفسحها يعتبر كل يوم، ده انا كنت بستخسر في نفسي جنيه عشان اجيب لها اللي هي عايزاه. بعد كل دوت تبعني انا عشان فلوس؟ تمام. نجوى روحت البيت لامها، وكانت امها قاعده مستنياها. عملتي ايه مع خطيبك يا نجوى؟ اوعي تكوني عملتي اللي في دماغك وسبتي خطيبك. انت عارفه لو سبتي ادهم هتفضلي تندمي العمر كله، ما تمشيش ورا كلام ابوكي بس بيبص للفلوس. انت يا حبيبتي بصي للراجل اللي يسونك، وادهم بيحبك والله. وهو الحب ده بقى هياكلني ولا هيشربني؟ ولا لما يكون بقى نفسي فستان هيجيبوا لي بقى بالحب؟ ايه هو كل حاجه الحب يا ماما؟ الحب ده خلاص ما بقاش ينفع في الزمن ده، كل حاجه دلوقتي بالفلوس، الفلوس هي اللي بتتكلم، وبابا عنده حق، لما اتجوز راجل غني هيعمل لي اللي انا عايزاه. والله العظيم يا بنتي بكره هتندمي. انا متجوزه ابوكي وكان مبسوط، بس انا ما كنتش بقى بجري ورا الفلوس خالص، ابويا هو اللي غصبني عليه، لكن معامله ابوكي معايا كانت وحشه قوي، كرهني في الدنيا كلها. الفلوس مش بتعمل حنيه، الراجل الحنين ما تعوضوش كنوز الدنيا. ماما بقولك ايه، انا عارفه مصلحتي فين، ولو سمحتي كل حاجه خلاص انتهت. انا اصلا رجعت له الدبله بتاعته دي وخلصت كل حاجه معاه، وانا مش عايزه سيره ادهم تاني تتكرر هنا في البيت. بابا قال لي ان في عريس جاي بكره، وانا خلاص نهي كل حاجه مع ادهم، ولو سمحتي يا ماما ما تكلمنيش تاني في الموضوع ده. ادهم روح على البيت وكان زعلان جدا. كانت اخته الصغيره سهر قاعده بتلعب مع نفسها، وسهر دي عندها 18 سنه بس عقلها عقل طفله. هي ابي ادهم جه، انت جبت لي الشيبسي والشوكولاته يا ابي ادهم؟ انا قلت لك هاتهم لي قبل ما تنزل، اوعى تكون نسيتني، عشان لو نسيتني سهر هتزعل منك قوي ومش هكلمك تاني. لا طبعا يا سهوره، هو انا اقدر انساك يا حبيبتي؟ جبت لك الشوكولاته وجبت لك كل حاجه انت عايزاها، انا لو نسيت الدنيا كلها ما انساش ابدا سهر حبيبتي. انت اجمل ابي ادم في الدنيا كلها، انا بحبك قوي يا ابي، وانا بصلي انا وماما هدعي لك كتير قوي عشان انت بتجيب شوكولاته وبتجيب لي كل اللي انا عايزاه. سهر خدت الشوكولاته من ادهم ودخلت اوضتها، وام ادهم خرجت وقعدت جنب ادهم. لقيته زعلان جدا. ليه يا حبيبي جيت بدري؟ هو انت مش المفروض كنت هتاخد نجوى وهتتفسحوا النهارده؟ وقلت لي ان انت هتتاخر. ومالك في ايه؟ قاعد كده شكلك متضايق، هو انتوا اتخانقتوا ولا ايه؟ لا يا امي ما خرجناش ومش هنخرج تاني، احنا خلاص سيبنا بعض. نجوى ما قدرتش بقى تصبر على الفقر، قالت هي مش عايزه تعيش في فقر، وجاي لها عريس غني بعد حب 3 سنين سابتني بسهوله. تخيلي يا ابني، هي اللي خسرانه، والله هي اللي خسرتك. الاصيله هي اللي تقف جنب اللي بتحبه للاخر، لكن هي اللي خسرانه مش انت. ما تزعلش نفسك يا حبيبي، وبكره تتجوز اللي تستاهلك وتستاهل قلبك الطيب ده. لا اتجوزي بقى يا ماما، اذا كانت اللي انا معاها بقالي 3 سنين بعتني مع اول مطب، ويا ريته كان مطب، دي بعتني عشان واحد اغنى مني. قولي لي بقى العمر فيه كام 3 سنين عشان اعرف واحده غيرها واثق فيها تاني؟ خلاص كده انا عايشه عشانك انت وابويا واخواتي البنات الاتنين وبس. انا كنت لسه هفرحها واعرفها ان انا خلاص هتعين في شركه محترمه، بس هي بقى اللي سبقتني. بجد يا ابني؟
يعني انت خلاص هتتعين في الشركه، والشغلانتين بقى اللي انت كنت شغالهم وتعب نفسك فيهم دول مش هتشتغلهم تاني ولا ايه؟ طب كنت تعالى فرحني الاول. بص يا ابني، بكره ربنا هيعوضك خير على اللي انت شفته كله، وبكره تقول امي قالت. عدت فتره ونجوى خلاص اتجوزت راجل غني وخلص الفرح، ونجوى دخلت شقه فخمه هي وعريسها، وكانت فرحانه جدا انها اخيرا خرجت من الفقر ده. كانت واقفه مكسوفه وحاطه وشها في الارض بترفع راسها، لقيت عريسها ماسك كرباج في ايده. ايه ده؟ ايه اللي انت ماسكه في ايدك ده يا سالم؟ هو ليه في ليله زي ديت بتمسك حاجه زي كده؟ انت ليه بتخوفني؟ ما تتكلم ورد عليا وقول اي حاجه. انت ليه ساكت كده؟ انت عامل فيا مقلب صح؟ الليله فرحك يا عروسه، ولازم يبقى في تحضيرات كبيره قوي لليله، والكرباج ده بقى دي اول حاجه انا حضرتها. وقرب على نجوى وهي مرعوبه وخايفه. عدت فتره وادم كان اتعين في شركه كبيره، وكان قاعد على المكتب كان بيشتغل، واتنين زمايله بيتكلموا. بقولك يا ادم، انا عايزك تاخد بالك من الشغل كويس قوي، عشان المديره بتاعت الشركه ديت شديده قوي وبتحب شغلها كله يبقى مظبوط، ولو عايز تحافظ على لقمه عيشك لازم بقى ما تغلطش في الشغل. يا اخي انا بقالي شهر شغال في الشركه دي وما شفتش بقى مديره الشركه دي خالص. يعني انا عماله اسمع عنها ان هي شديده، وبعدين حتى لو هي شديده او حتى لو مش شديده انا بعمل شغلي مظبوط على فكره. عدى اليوم وكان في اليوم ده في شغل كتير قوي، وادم كان ماشي متاخر. شاف شابين بيحاولوا يفتحوا عربيه، والعربيه دي كان جواها بنت، وهما بيحاولوا يفتحوا العربيه بالعافيه. الحقوني، حد يلحقني، ابعدوا عني، انتوا مين؟ عايزين مني ايه؟ ابعدوا عني، من انت تعرفوني عشان تاذوني؟ بقول ابعدوا عني، حد يلحقني. ادم راح من غير تردد على الشابين دول وضربهم جامد، وبعدها البنت نزلت من العربيه. انا متشكره جدا ليك، انا مش عارفه اشكرك ازاي، مش عارفه بصراحه. انت لو ما كنتش جيت دلوقتي وضربتهم كان ايه اللي هيحصل لي؟ اي حاجه انت عايزها انا هنفذها لك ودلوقتي حالا. ولا شكر ولا حاجه يا انسه، اي حد مكاني كان عمل كده ويمكن اكتر كمان. وبعدين عادي، العيال هايفه خالص، ده انا اول ما ضربتهم جريوا. يا ريت بقى تركبي عربيتك وتمشي من هنا وما تنزليش تاني في الوقت المتاخر ده. طيب انا ممكن اوصلك في اي مكان انت عايزه، يعني على الاقل عشان اشكرك على اللي انت عملته معايا، واعرف انت ساكن فين عشان اعوضك. لا انا همشي لوحدي، واصلا ما حصلش حاجه عشان تعوضيني. اتفضلي يلا اركبي عربيتك واتكلي على الله، ولو حد شاور لك مهما حصل ما توقفيش لحد بالليل. ادم سابها ومشي، وهي وقفت تكلم نفسها. بقى انا ناني هانم صاحبه اكبر شركات في الشرق الاوسط، واللي الرجاله كلهم بيتمنوا بس ان انا اكلمهم كلمه واحده، فده بقى يسيبني ويمشي كده؟ ده اسمه بقى تقل ولا غرور ولا ايه بالظبط؟ انا لازم اعرف عنه كل حاجه، بس يا ترى هشوفه تاني ولا لا؟ عدت فتره وادم كان شغال وجه عليه صاحبه. يلا يا ادم رتب الدنيا بسرعه، عشان صاحبه الشركه بتمر على الموظفين، هي كل فتره وتانيه كده بتمر على الموظفين وتشوف بقى الشغل ماشي ازاي، ولو لقيت غلطه بتخرب الدنيا. ايه يا ابني مالك في ايه؟ خايف كده ليه؟ وبعدين ارتب ايه؟ ما كل حاجه مترتبه قدامك اهي، والشغل مظبوط اهو، تيجي بقى تمر براحتها، ده حقها على فكره. وبعدين على فكره بقى، اللي بيبقى مهمل في الشغل هو اللي بيبقى خايف، فخليك بقى واثق في نفسك واعمل شغلك مظبوط وخلاص. خلاص يا عم انت حر، انا قلت بس انبهك وخلاص. اصل الست دي صعبه قوي ومحدش بيقدر عليها، ساعه الشغل مش بتتهاون خالص. انا هروح بقى اظبط دنيتي. بعد شويه دخلت عليهم المديره، وكانت ناني اللي ادم انقذها من يومين. وقفت قدام المكتب بتاع ادم. ايه ده، انت جديد هنا ولا ايه؟ اول مره اشوفك في الشركه هنا. انت اتعينت من امتى؟ وازاي عينوا حد جديد من غير ما يقولوا لي؟ مين اللي عينك هنا؟ انا متعين هنا من شهر حضرتك، وجيت قدمت على وظيفه عادي زي اي حد، وقبلوني في الوظيفه وبعدها اتوظفت. ايه ده، ثواني كده، هو مش انت اللي انقذتني من يومين؟ قولي كده بقى، هو يا ترى بقى انقاذك ليا ده حوار بقى كنت مدبره ولا جت كده صدفه؟ شفت الدنيا ضيقه ازاي واتقابلنا تاني. اسمك ايه؟ ايوه وانا اسمي ادم يا فندم، ولما انقذتك انا ما كنتش عارف اصلا انك تبقي المديره بتاعتي، واصلا ليه ادبر الموضوع ده؟ انا عملت بس واجبي، ما عملتش حاجه غير واجبي. طيب ماشي، اتفضل يلا كمل شغلك يا ادم، ولو احتجت اي حاجه تقدر تيجي مكتبي على طول، وزي ما قلت لك هكافئك على اللي انت عملته. ولا مكافاه ولا اي حاجه يا فندم، انا ما عملتش غير واجبي واتشرفت بحضرتك، وان شاء الله اشوف شغلي مظبوط وزي اي موظف هنا. ناني سابته وكملت لفه على المكاتب، وبعد ما خلصت راحت على مكتبها وقعدت تكلم نفسها. يا ترى بقى اللي عمله ده كان مدبر له ولا كانت صدفه؟ بس لا اكيد صدفه. هو ليه يعني هيدبر حاجه زي دي؟ ما انا اعدائي كتير، اكيد حد من منافسيني هم اللي عملوها. بس الولد دوت واثق من نفسه قوي كده ليه؟ الموظفين كلهم بيتمنوا ان هم يكلموني بس. ماشي، هنشوف حكايتك ايه يا ادم. بعد يومين ادم كان في الشركه ولقى جارهم جايب سهر اخته على مكتبه. انا جبت لك سهر يا ادم زي ما انت قلت لي بالظبط، عشان تجيب لها الحاجات اللي هي عايزاها. ومعلش بقى انا جبتها لك بدري شويه لان انا ورايا مشوار وكنت هتاخر على المشوار. شكرا جدا يا استاذ عادل، معلش تعبتك معايا. انت عارف بقى محدش في البيت وامي ما تقدرش تجيبها لي. اتفضل انت بقى روح مشوارك عشان ما تاخرش، وانت يا سهر اقعدي هنا وما تعمليش شقاوه لحد ما اخلص بس شغلي، ونروح انا وانت اجيب لك الحاجات اللي انت عايزاها.
ابي ادم انت هتجيب لي هدوم كتير حلوه وهتجيب لي لعب ونتغدى بره، صح؟ مش انت قلت لي كده امبارح؟ صح؟ اوعى تكون غيرت رايك. صح يا حبيبتي، هعمل لك كل اللي انت عايزاه، بس خليكي بقى شاطره وما تعمليش شقاوه عشان ما تعمليش مشاكل لابي ادم. مش انا حبيبك؟ وبعد شويه ادم قام يخلص ورق وسهر فضلت قاعده، ولما اتاخر قامت عشان تدور عليه. قابلها ابن عم ناني واسمه رؤوف، وده بيحب البنات قوي. ايه ده اوبا، ايه الحلاوه دي كلها؟ هي ناني بقت تشغل موظفين حلوين كده ولا ايه؟ بس انت مالك عامله ضفاير كده ليه؟ هو شكلك طفل قوي. انت اسمك ايه يا شاطره؟ لا مش اسمي شاطره، انا اسمي سهر، وانا مش بشتغل هنا ولا حاجه عشان انا لسه صغننه. ابي ادم هو اللي شغال هنا، واوعى بقى خليني امشي، عايزه اتفرج على المكان الحلو ده. الله، ده انت شكلك عبيطه خالص. حلوه قوي وانا بحب اللون ده قوي. طب ما تيجي معايا وانا هجيب لك حاجات حلوه كتير. لا ما ينفعش اجي معاك، ابي ادم قال لي ما تروحيش مع حد غريب، ولو حد كلمك مش تردي عليه. بس انا رديت عليك عشان انت اكبر مني، يعني بحترمك. اوعى بقى يا عمو كده عشان اعدي. عمو ايه بس؟ ده انت اللي عمو. هو انا هسيبك النهارده؟ تعالي معايا بس وانا هجيب لك اللي انت عايزاه واعمل لك كل اللي انت عايزاه، وسيبك بقى من ابي ادم ده خالص. رؤوف جاي يمسك سهر، قامت سهر ضربته على ظهره ومسكته من شعره، ورؤوف ضربها، فسهر صوتت وقعدت تعيط. ناني خرجت من مكتبها على الصوت العالي ده. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل هنا؟ في ايه يا رؤوف؟ هو انت كل ما تيجي الشركه هنا تعمل هيصه ومشكله؟ جاي هنا ليه وبتعمل ايه؟ هو اللي جاي ليه؟ هي مش دي برضو شركه عمي ولا ايه؟ وبعدين هو انت ازاي تدخلي الشركه بتاعتك؟ ناس مجانين زي دي؟ ده انا لسه بكلمها مسكتني من شعري وفضلت تعض فيا، ادتني حته علقه. انت كذاب، انت كنت بتمسك سهر وبتقول لي سهر تعالي معايا وانا هجيب لك حاجات حلوه وهفرحك وهجيب لك اللي انت عايزاه، وابي ادهم قال لي ما تروحيش مع اي حد. ادهم جه عليهم. ايه ده؟ في ايه؟ سهر حبيبتي بتعيطي ليه؟ مالك عامله كده ليه؟ وليه خرجتي من المكتب؟ مش انا قلت لك خليكي في المكتب وقلت لك ما تخرجيش منه؟ اللي حصل يا ناني هانم؟ ايه ده يا ادهم؟ انت تعرف البنت دي منين؟ هي شغاله هنا معانا ولا ايه؟ عايزه افهم بس عشان اعرف ايه اللي حصل. لا دي اختي صغيره وجايه هنا عشان اخرجها بعد شغل، هجيب لها شويه حاجات. معلش بس هي عملت ايه؟ ومين اللي ضربها وخلاها تعيط بالطريقه دي؟ انا بقى اللي ضربتها. وانت ازاي اصلا دخل المجنونه دي هنا الشركه؟ دي شركه محترمه، ما ينفعش كل من هب ودب يجيب بقى قرايبه المجانين هنا ولا ايه؟ عارف لو ما كناش واقفين في الشركه دي كنت عرفتك مقامك على الكلام اللي انت لسه قايله ده. انا اختي مش مجنونه، انا اختي اقل من 10 زيك. هو ضرب سهر يا ابي ادهم وكان عايزني اروح معاه، وطنط دي خرجت وخلته بقى ما يضربنيش. نعم؟ يعني انت مديت ايدك على اختي؟ تعرف ايدك اللي انت مديتها على اختي دي انا هقطعها لك لو تعرضت لها تاني، مفهوم؟ رؤوف انت ازاي تمد ايدك عليها؟ انت اتجننت ولا ايه؟ ازاي هي تكون في شركتي هنا وانت تمد ايدك عليها؟ وبعدين حرام، دي بنت. انت بتزعلي انا وبتكلمني انا كده؟ وعشان مين؟ عشان المجنونه دي؟ طب المجنونه دي بقى واخوها يخرجوا بره حالا، واخوها ما يشتغلش بقى في الشركه ولازم ترفديه. لا، اللي هيخرج بره الشركه هو انت، وحذري اشوف وشك بقى في الشركه دي تاني. هو انت عارف انا ممكن اعمل ايه معاك؟ اطلع بره وانا اتصرف معاك بعدين على اللي انت عملته ده. يلا بره. رؤوف خرج فعلا وهو متعصب جدا من ناني. انا اسفه قوي يا ادم، هو رؤوف كده متهور دايما. هو انت شطوره يا سهر ان انت ضربتيه يعني. على فكره بقى سهر شدته من شعره وضربته وعضيته عشان مد ايده عليها، طلعت شطوره هي وكويه لاخوها. ولا اسفه ولا حاجه يا مدام، انا اللي اسف عشان جبت سهر هنا. انا عارف ان ده ما كان شغل وما كانش ينفع انها تيجي. سهر حبيبتي هو انت فعلا ضربتيه؟ ايوه يا ابي انا ضربته وشدته من شعره جامد وكمان عضيته عشان هو ضرب سهر ومسكها من ايديا جامد ووجعني جدا. بس طنط الحلوه ديت زعقت له جامد. انت اموره قوي يا طنط. والله يا مدام ناني انا مش عارفه اشكرك ازاي على وقفتك معايا انا واختي، ومش هنسالك الموقف ده ابدا، ومتاسف جدا على اللي حصل ده كله. اما بقى عند نجوى، كانت قاعده في اوضتها في بيت جوزها لما دخل عليها سالم جوزها. انت قاعده عامله زي البومه كده ليه؟ هو انا متجوزك بقى عشان تقعدي القعده دي؟ قومي فزي كده يلا وضبي نفسك كده يلا عشان عايزك. هو في ايه يا اخي؟ هو انت كل كلامك كده بالاهانه وكل ما تشوف وشي تعمل معايا كده؟ حرام عليك، انا جسمي وجعني قوي. اللي انت بتعمله دوت ما يرضيش ربنا. هو انت ليه متجوزني؟ هكون متجوزك ليه يعني؟ عشان تدلعيني. وبعدين على فكره بقى انا اشتريتك بفلوسي وابوكي ما صدق رماكي ليا، وانت اول ما شفتي الفلوس اتجننتي عليها. هو معايشك اهو في شقه عمر اهلك ما حلموا يقعدوا فيها. قومي يلا خلاصي اعملي زي ما قلت لك. بعد شويه كانت نجوى قاعده في الارض وعماله تعيط من الاهانه والضرب اللي شافته على ايد جوزها، وبقت تكلم نفسها. انا اللي استاهل اكتر من كده، انا اللي بصيت للفلوس وجريت ورا الفلوس وسبت ادهم الانسان المحترم اللي كان بيعملني زي ما اكون ملكه. كل اللي بيحصل فيا دوت هو ذنب ادهم. وبعد فتره ادهم كان راجع من بره وكان داخل البيت، اتفاجئ بناني كانت قاعده مع سهر وبتلعب معاها. ابي ادهم هو انت جيت؟
شفت طنط ناني جت وبتلعب معايا وجابت لي لعب كتير وفساتين وحاجات كتير قوي حلوه، وجابت لي شوكولاته من الغاليه اللي شكلها حلو دي، وانا قلت لها شكرا. ايه ده مدام ناني، انت جيتي هنا ازاي وعرفتي البيت ازاي؟ ما كانش ليه لزوم يعني التعب ده كله. تعبتي نفسك قوي مع سهر، وسهر انا عارف انها شقيه جدا. اولا انا جبت عنوانك من الملف بتاعك اللي في الشركه، وبعدين سهر مش شقيه ولا تعبتني خالص، وانا وسهر اصحاب، وانا هنا بلعب مع صاحبتي. ولا حضرتك بقى عندك اعتراض؟ ام ادم خرجت من المطبخ. لا اعتراض ازاي بس يا بنتي، ده انت شرفتيني ونورتيني، والشارع كله نور بوجودك. ادخلي يا ادهم يلا غير هدومك عشان نتغدى مع بعض، ومدام ناني هتتغدى معانا. لا يا طنط انا خلاص لازم اروح دلوقتي عشان اتاخرت جدا، وبعدين انا عامله دايت مش بتغدى، يعني بفطر وبتعشى بس. لا والله ابدا ما يحصل، لازم تتغدي معانا. ولا انت بخيله بقى؟ ده انا عامله شويه محشي هتاكلي صوابعك وراهم. وبعدين الرجيم اللي انت عاملاه ده يا اختي، انت كده جسمك حلو قوي زي القمر اهو. خلاص بقى يا مدام ناني، ماما حلفت عليكي، ما ينفعش بقى نزعلها. اقعدي يلا كلي معانا، وبعد الغدا ان شاء الله انا هبقى اوصلك مكان ما انت عايزه، لان ما ينفعش اصلا اسيبك تخرجي بالعربيه من المكان ده خالص. ناني فعلا قعدت معاهم واتغدت معاهم، وسهر ما بطلتش هزار مع ناني. وبعد الغدا ادم اخد ناني عشان يوصلها وهما في العربيه. انا عارف ان سهر اختي تعبتك قوي النهارده، هي شقيه بس شويه، واول مره اشوفها متعوده على حد بالطريقه دي. معلش بقى لو كانت تعبتك. تعبتني ايه بس؟ سهر دي زي العسل ودمها خفيف جدا، انا حبيتها من اول ما شفتها. والست بقى والدتك كمان ست زي العسل، بجد يا بختك بيهم يا ادم، عندك ناس تحبك. انا بحسدك على فكره. تحسديني على ايه بس يا ست ناني؟ سهر وابويا وامي حتى اختي اللي اتجوزت هم دول اللي انا طلعت بيهم الدنيا. انا شغال وشقيان عشان اعملهم اللي هم عايزينه وما احرمهمش من اي حاجه. انت تستاهل كل خير يا ادم. تعرف ان انا اول مره في حياتي اقابل شخص زيك كده غامض جدا، وحاسه ان في عينك حزن كبير وبتحاول تدريه في شغل وكلام. ممكن بقى ابقى طماعه شويه وتعتبرني صديقه ليك وتحكي لي؟ قصدك مره واحده؟ ده انا كده بقى انا اللي هبقى طماع. انا يشرفني طبعا ان انا احكي لك الموضوع بقى باختصار. من وانا في الجامعه حبيت بنت كده وخطبتها 3 سنين، كنت شغال شغلانتين عشان اعملها كل اللي هي عايزاه، بس جه بقى اللي اغنى مني وهي اختارت الغني. ومن يومها بقى وانا قررت خلاص اعيش لعيلتي وبس، واطلع مبدأ الحب ده من حياتي خالص. نعم، بقى في واحده مجنونه تبقى انت في حياتها وتختار بقى الفلوس؟ وبعدين قول لي هنا، عشان واحده طلعت وحشه هتفكر بقى ان الستات كلهم وحشين؟ اكيد يعني في ستات كتير حلوه ويتمنوا بس ان انت تقرب منهم. انت ناعمه في حياه اي حد يا ادم. تعرف ان انا طول عمري عايشه لوحدي، ماما وبابا توفوا من وانا صغيره، ومن بعد ما كبرت عمي سلمني الشركه وبقيت مسؤوله عن الشركه. بس عمي بقى زعل مني عشان كان عايز يجوزني ابن رؤوف. ما هي الدنيا كده يا ناني، ما بتديش للواحد كل حاجه. انا دوشتك معايا معلش، بس انا مبسوط قوي عشان اتكلمت معاكي. هو انت ليه واقفه قدام الفيلا دي؟ ما هو الكلام اخدنا ووصلت اهو لحد بيتي، الفيلا دي تبقى بيتي. انا اللي مبسوطه جدا يا ادم ان انا اتكلمت معاك، وبعد اذنك يعني عايزه ابقى اكرر يعني الزياره دي، لان سهر بتوحشني قوي. طبعا، ده انت تنوري الدنيا، البيت بيتك في اي وقت تعالي. وكمان سهر من هنا ورايح هتاكل بقى دماغي عشانك، هي لما بتحب حد بتمسك فيه بايديها واسنانها. بعد فتره سهر كانت حبت ناني قوي، وكانت قاعده تلعب هي وناني، وادهم دخل. ابي ادهم، انا عايزاك تتجوز ناني لان هي اموره قوي وبتلعب معايا كتير وبتحبني، لكن نجوى دي مش كانت بتحبني ولا بتلعب معايا، وكانت بتقول عليا مجنونه. ايه ده عيب يا سهر اللي انت بتقوليه ده، ما ينفعش خالص. انا فين ومدام ناني فين؟ ما تتكلميش تاني في الموضوع ده، تمام؟ ليه بقى ما ينفعش يا استاذ ادم؟ هو انا مش قد المقام ولا ايه؟ وبعدين سهر من حقها تختار مرات اخوها. انا بقالي فتره مستنيك تتكلم، وكويس بقى ان سهر فتحت الكلام ده. بصراحه كده انا زهقت منك، وانا اهو انا اللي بطلب منك ان احنا نتجوز، لان انا خلاص ما بقتش قادره على بعدك ولا على بعد سهر، وعارفه ان انت هتقول عليا جريئه. انا سيده اعمال والجراءه جزء من شغلي. ادهم سابها وقام وهو متلخبط جدا، وناني هي وسهر فضلوا فتره قراب الكلام لحد ما اخيرا ادهم وافق على الجواز، واتشرط عليها ان هو يفضل موظف زي ما هو، وهو اللي يبني حياته واحده واحده. ادهم وناني اتجوزوا، وبعد سنين ادهم كان رجل اعمال مشهور، وكان ماسك هو شغل مراته طبعا مع شغله، لان ناني خلاص استكفت باطفالها وعيلتها. اما بقى نجوى رجعت مطلقه لابوها بعد عذاب من جوزها، وعرفت غلطتها وهي اللي دفعت الثمن. ولحد هنا خلصت القصه خالص، ولو عجبتكم اعملوا لايك وشير واشتراك. عايزه اقول لكم انها حقيقيه، ويلا بينا نبدا قصتنا. السلام عليكم، احب اعرفكم بنفسي. انا اسمي مها، عندي 35 سنه ومتجوزه وعندي بنت، وعايشه في شقه مع حماتي وجوزي. وفي يوم كنت قاعده. هو انت يا ست مها بقى تفضلي قاعده على التليفون كده؟ لا شغل ولا مشغله؟ ما تقومي يا اختي تخلصي شغلك، جوزك اهو زمانه جاي. ولا انت بقى عايزه انا اللي اعمل لك كل حاجه؟ يوه، هو انت عمرك ما تشوفيني قاعده غير لما تقولي بقى كلام السم ده؟ انا زهقت بجد. وبعدين قولي هنا، هي عيبه يعني انك تعملي حاجه؟ ما انت قاعده اكله شاربه نايمه في شقتي.
قاعده في ايه؟ انشقي بطنك يا بعيده، دي شقه ابني يا حبيبتي، انت هبله ولا ايه؟ وبعدين انا باكل اي حاجه مش بتفرق معايا، انت حره بقى مع بنتك وجوزك. انا هقوم من وشك احسن وهعمل الشغل امر الله، بس انا زهقت بقى من الوضع ده، لما يجي محمود يشوف لك حل بقى. لا حول ولا قوه الا بالله. هو انت يا بنتي ايه؟ جنسك ايه؟ ده بيتي انا وابني، انت اللي جايه علينا يعني ضيفه، المفروض بقى يبقى في احترام شويه، ولا على راي المثل البيت بيت ابونا والغرب يطردونا. الباب كان بيخبط وكان محمود، رحت فتحت له. يا فتحي عليم، ايه لو يبوظك كده ليه؟ فاهمها خير اتخانقتي تاني انت امي ولا ايه؟ هو انا عمري هرتاح بسبب امك دي؟ انت الظاهر بقى جبتني هنا عشان امك تزعلني، امك عماله تعاير فيا وبتقولي الشقه بتاعتها وحاجه زفت وانا قرفت. ايه دي بس؟ هو انتوا كل يوم على كده؟ مفيش يوم يعدي من غير حرق دم؟ هي فين؟ وسعي كده لما ادخل اشوفها، هنشوفها بقى تقولي ايه هي كمان. وبعدها دخل الاوضه عند حماتي. يا ماما مزعله معاها ليه؟ هو انا خلاص يعني بقيت فاضلكم ولا ايه؟ والمشاكل بتاعتكم دي حرام كده بقى، ده انا مش عارفه اشوف شغلي بسببكم. بقول لك ايه يا محمود، انت بتسمع كلام مراتك، في الاول في الاخر انت حر بقى، انا مش هتكلم، بس مراتك ديت ما تطقش، ده لسانها دوت اطول منها وبترد كلمه بكلمه مش بتسكت. خلاص يا ماما حقك عليا، انا على فكره ممكن اضربها، بس الموضوع كله اني مش عايزه افرج الناس عليا كل شويه، ومعلش عشان خاطر البت استحملي بقى، وعشان خاطري انا كمان تعالي يلا نتغدى، اكيد هي حطت الاكل. اكل؟ هالاكل قال، ما هي المشكله انها ما عملتش اكل، وليه بقى انا بقول لها قومي اعملي الاكل عشان خاطر جوزك زمانه جاي، طلعت فيا اكلتني. ازاي يعني؟ طب تعالي معايا نطلع على ما تعمل بقى. وبعدها محمود طلع. هو انت لسه ما جهزتيش الاكل؟ فاهمها وليه اصلا؟ هو انت مش عارفه ان انا باجي دلوقتي من الشغل؟ ولا كل ده بسبب زفت النت والتليفون؟ لا يا حبيبي، ربع ساعه والاكل يكون جاهز، ولا يكون عندك فكره خالص، ولا تزهق نفسك، اقعد استريح انت وحماتي وانا هعمل كل حاجه واجيبها لحد عندك. ما هي بقى كويسه يا ماما، طب انت ليه بقى بتقولي كده؟ ده هي حتى بتسمع كلام وبتحبك جدا، انت اللي مش عارفه تحبيها. بس يا ابن الهبله، ده قدامك بس، ده كون نسوان. عارف البت دي قبل ما تيجي صوتها كان جايب اخر الشارع، مش عارفه بقى دلوقتي اللي حصل لها. خلاص يا امي ما تشغليش بالك، وقفلي بقى على الموضوع ده، انا عايزه اعيش في راحه بال، كفايه شغل يا امي والديون اللي عليا فيه. ديون ايه يا واد اللي عليك للشغل؟ ازاي يعني؟ ومن ايه؟ انت مش بتقبض كل شهر؟ بتدين نفسك ليه؟ مش واخده بالك من مصاريف البيت ولا ايه؟ عمر ما مرتب يعني هيسدد اي حاجه، يعني قول لي كده هيسدد بقى الكهرباء والغاز والنت والاكل والشرب ازاي يعني؟ اهو بقى النت دوت هو السبب، لازمته ايه؟ تعرف تقولي؟ ولا ليه اي لازمه اصلا هنا غير مضيعه بس الوقت، مراتك طول اليوم قاعده عليه، والله انا خايفه من النت ده. وبعدها دخلت بالاكل واكلنا. امال بسمله يعني فين؟ ليه ما جاتش تاكل معانا؟ راحت عند الشيخ عماد عشان يحفظها بقى شويه قران، انا عايزه البت تطلع ملتزمه. ايوه بس ما ينفعش يعني يا بنتي ان بنتك تكون قاعده مع حد لوحدها كده حتى لو شيخ. قصدك ايه يا حماتي بالكلام ده؟ وبعدين الراجل ده محترم جدا وكل الناس عارفاه، ده على طول موجود في الجامع ما بيخرجش منه. ما تخرسي بقى معايا كده، بطلي شويه كلام. انت ايه مش بتفصلي ابدا؟ بنتك تبقى قدام عينك وخلاص، وارحموني بقى من الوش ده بدل ما اسيب البيت واطفش واريحكم مني خالص. وتاني يوم الصبح، محمود انا عايزه اروح عند ايمان صاحبتي، اصلا عندها مشكله ورنت عليا عماله تعيط، هشوفها بقى في ايه، وانت عارف انها صاحبتي الوحيده. البنت دي مريبه وانا بصراحه بقى مش بستريح ليها، بس ماشي مش راضي ازعلك، انت رني عليها تيجي هنا وشوفيها بقى عايزه ايه، ده اللي عندي. بقول لك عندها مشكله وبيت اهلها، اجيبها هنا ازاي؟ دي غضبانه من جوزها بقول لك وعماله تعيط، وبعدين دي مش صاحبتي، دي كمان جارتنا جنب بيت اهلي بالظبط. بص انا هسيب بسمله مع ماما واروح انا اشوفها. روحي بس ما تسيبيش البت مع حد، البت تبقى في ايدك من ما تروحي. صحي البت طفله بس ما شاء الله عليها، جسمها مش زي سنها خالص، فعيب بقى تسيبيها مع حد، تبقى قدام عينك طول الوقت. هو انت مالك في ايه؟ بتتكلم زي امك كده ليه؟ انتوا كده هتجيبوا اكتئاب للبت من صغرها. امك كمان كل ما تشوفني بحط لها مانيكير تزعق لي، ولو لابسه بقى لبس قصير تفضل بقى تتكلم معايا. والبت على فكره بتفهم، البت يعني عندها 13 سنه. امي صح في كل ده، ايه رايك بقى؟ انا مش بحب بنتي تربى على كده، اللبس يكون واسع وطويل، وبلاش حكايه المانيكير ولا الكلام فارغ ده. ماشي يا محمود، انا امشي عشان ما اتخنقش اكتر من كده، يلا سلام، وبعدي على اخر النهار ابقى خدني في طريقك. بقول لك ايه يا مها، ما تشغلنيش، زي ما هتروحي هترجعي، وبعدين امك بقى تفضل تلحق عليا وتقول لي تعالى وادخل، وكمان ابوكي لا ما فيش دماغ ليهم، دول فاضيين اصلا ودماغهم بقى فاضيه على الاخر. ايه الكلام ده؟ يعني انا ابويا وامي فاضيين ودماغهم بقى فاضيه؟ انت ازاي تقول كده وفاكرني بقى هسكت لك؟ لا يا حبيبي، ده انت بتزعل لما اجيب سيره امك، ما تجيبش بقى سيره امي على لسانك، تمام؟ يا اختي تنيلي بلا امي بلا ابويا، هو انا غلطت في البخاري يعني؟ ده انا بحس كده انهم عندهم برج لاسع. سبحان الله، حتى صاحبتك دي كمان زيهم لاسعه وخفيفه كده. انا مش هرد عليك، انا ماشيه، ويلا بقى من غير سلام، وافضل كده اتريق على اهلي، انا ساكته لك اهو، وسع.
وبعدها رحت عند ماما وكانت قاعده هي وبابا. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ هو انا يعني لو ما كنتش اجي انتوا بقى عمركم ما تيجوا تزوروني؟ ما انت عارفه يا مها مش بنقدر ننزل السلم انا وابوكي، ده انا لما بنزل السوق بفضل بقى بعدها راقده اسبوع، وانت كمان ساكنه في الرابع وما فيش اسانسير. معلش يا حبيبتي، المهم ان احنا بنشوفك ونطمن عليكي وعلى العسل ده ما شاء الله. بسمله كبرتي يا حبيبتي وبقيتي عسوله. بقول لك ايه يا ماما، انا هسيب بسمله معاكي على ما اروح كده اشوف ايمان مالها واشوفها بقى ليه زعلانه مع جوزها. زعلانه ايه؟ دي اتطلقت يا بنتي، ده يعني اللي انا سمعته، مش عارفه بقى السبب. كنت عايزه اروح بس ما قدرتش. تعالي يلا اروح معاكي واجيب برضه نسال عليها ونسيب بقى بسمله مع ابوكي. لا لا خلاص، تعالي يا بسمله معانا، اهي تبقى قدام عيني افضل، عشان ابوها قال لي ما سيبهاش. لا انا هفضل هنا مع جدو حبيبي، نلعب كوتشينه انا وهو لحد ما ترجعوا. بصي يا بسمله اسمعي كلام جدو وما تحركش من هنا خالص لحد ما نيجي، ماشي؟ يلا انا مش هتاخر، انا جنبك هنا، ولو عايزه اي حاجه ابقي تعالي عند خالتك ايمان، انت عارفه البيت. وبعدها مشينا ورحنا عند ايمان انا وماما، ودخلنا وفتحت ام ايمان اللي اسمها عايده. اهلا اهلا، اتفضلي يا حبايبي، ازيك يا ماما عامله ايه؟ ازيك يا خالتي عايده، انت عامله ايه وصحتك عامله ايه دلوقتي؟ والله وحشاني موت، وحشتني قعدتك قوي اللي ما يتشبعش منها. انت اللي وحشاني والله يا حبيبتي، ربنا يكبر بخاطرك زي ما انت جابره بخاطري كده. وانت عامله ايه يا حاجه؟ طب انت جنبي مش زي ما بقى، ابقي تعالي واسالي ونقعد كده مع بعض شويه، مش كده يعني لا سؤال ولا كلام. طب بقول لك ايه، هي فين ايمان؟ عايزه اسلم عليها لحد ما تخلصوا انتوا بقى حسابات مع بعض. جوه يا بنتي في اوضتها، ادخلي، يا ريت تخليها تخرج، من يوم ما جت هنا وهي قافله على نفسها. وبعدها خبطت وفتحت لي ايمان، واول ما شافتني فضلت تعيط عيط هستيري. ايه دي بس يا ايمان؟ ايه اللي حصل لكل ده؟ قولي لي يا حبيبتي، طمنيني، ايه الانقلاب اللي حصل بينك وبين جوزك؟ في ايه؟ هقول لك ايه بس، مصيبه يا مها، انا غلطت غلطه كبيره قوي واتفضحت في الاخر ومش عارفه اعمل ايه، وامي لسه ما تعرفش، هي مفكره ان انا عادي شويه زعل وهرجع، بس الموضوع كبير قوي. يا نهار مش معدي، ليه يا بنتي في ايه؟ ايه اللي حصل لكل ده؟ احكي لي فهميني، يمكن اقدر اساعدك. هحكي لك، انت عارفه ان انا بشتغل في محل تنظيف فراخ، ومن الاخر كده انا اتعرفت على شاب هناك فضل يلف عليا لحد ما اتنيلت واتعلقت بيه انا كمان. يا نهار جاز، ايه ده؟ انت مجنونه؟ ازاي؟ وجوزك يا بنت، وانت ناسه انك متجوزه وعندك عيل كمان؟ وبعدين يا اختي ده انت كمان ظروفك زفت. اهو اللي حصل بقى، انا ضعفت يا امها وشفت منه حاجات ما شفتهاش من جوزي، غصب عني ضعفت، انا بشر يا جدعان. بس في الاخر بقى طلع نصاب وصورني وسجل لي. فلاش باك، ايمان كانت واقفه مع طارق اللي كانت ماشيه معاه. بقول لك ايه يا مان، انا عايز الحلقه والدبله دول، الظروف معايا وحشه قوي الفتره دي ومحتاج يعني فلوس، مش عارفه اجيب منين. ازاي بس يا طارق؟ ما هو لو جوزي بقى شافهم مش معايا ولا حتى حماتي اكيد مش هيحصل كويس. والله بقى اتصرفي معاهم وشوفي انت عايزه تعملي ايه، ومن الاخر كده لو ما جبتهمش انا هفضحك وهوري صور بقى لجوزك وكمان اهله. يا لهوي، ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت بتتكلم بجد ولا ايه؟ ازاي اصلا تعمل كده؟ يعني كل ده كان كذب، وكل الكلام اللي انت كنت بتقوله لي وكل الوعود كل ده نصب؟ بصي يا اختي، قولي بقى اللي تقوليه. ايوه انا مش بحبك، انت قابله بنت ولا ايه؟ يعني انا يوم ما احب واحده متجوزه ومع 3 عيال كمان، وبعدين انت اصلا سهله جدا، ما خدتيش يومين في ايدي وكنت تحت ايدي. منك لله، ده انا بجد حبيتك وصدقتك. طب ابوس ايدك، عايزه اربي عيالي، انسى اي حاجه وما تفضحنيش. ابوس ايدك، هو الدهب ده اصلا ما حلتيش غيره، هسدد بيه بقى الديون اللي عليا. خلاص انت حره بقى، انا قلت وحذرتك، لو ما قلعتش الدهب ده دلوقتي هيبقى في كلام تاني. خد الدهب اهو وروح يا شيخ، منك لله يا بعيد، حسب الله ونعم الوكيل فيك. انا دلوقتي هقول لجوزي وحماتي ايه؟ هقول لهم راح فين الدهب؟ ماشي انا همشي وانساني ولا كانك تعرفني، خليني اربي عيالي، بلاش بقى فضايح، انا معايا بنات. وبعدين رجعت البيت وكان جوزي وحماتي قاعدين. ايه يا بنتي مالك؟ انت تعبانه ولا ايه؟ تعالي يلا ارتاحي وانا اعمل لك حاجه تاكليها. مالك يا بت؟ معيطه كده ليه؟ وشكلك مصفر كده ليه؟ هو في ايه؟ حصل ايه؟ انطقي. اصل انا يعني وانا راكبه الاتوبيس واحده شمتني حاجه وخدت مني الحلق والدبله، وفوقت كده لقيت نفسي في الشارع. ايه الكلام ده؟ ازاي يعني؟ اكيد في حاجه غلط، اصل كلامك ده غريب. يعني هي تشمك حاجه في الاتوبيس؟ والاتوبيس بقى ما فيهوش ناس ولا ايه؟ ازاي يعني الكلام ده؟ لا في حوار. انت يا بت فين الدهب؟ بعتيه ولا ايه؟ لا والله انا ما بعتهوش، هو ده اللي حصل، مش بكدب. يعني انت بتدور على الدهب ولا على مراتك؟ ايه الاهم ليك؟ احمد ربنا اصلا اني رجعت تاني البيت سليمه. خلاص يا سيد بقى انت كمان ما تزوداش عليها، البت مضطربه وخايفه جدا. خلاص يا بنتي في داهيه الدهب، المهم انك سليمه، ربنا يستر عليك يا بنتي انت وعيالك. وعدى اسبوع ولقيت سيد داخل. تعالي يا خاينه يا زباله، بقى انت تعمل فيا انا كده؟ ازاي انت يطلع منك كل ده وتطلعي بقى في الاخر شمال؟ تعالي يا جزمه يا حيوانه، هموتك انا بقى، مش عايزك وهفضحك في الدنيا كلها. في ايه بس يا ابني؟ اهدى كده، هتفضحنا، وطي صوتك. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ ازاي تقول لمراتك كده؟
اسكتي يا أما، ما تقوليش مراتي، ده انت غلبانة قوي، مش عارفة أي حاجة، مش عارفة الزبالة اللي كنت بقول عليها واحدة وسلام، والناس تقول لي مش لاقي غير دي هبلة وخفيفة. أقول لهم لأ، هي دي اللي أنا عايزها، هي الهبلة دي اللي هتحافظ عليا، وفي الآخر تطلع خاينة وصورها كلها اهي. شوفي بقى أنا مش هرحمها. وبعدها كان طارق بعت الصور كلها لسيد وحماتي. يا فضحتي، ايه ده يا بنتي؟ ليه كده؟ عملنا فيكي ايه عشان تطلعي كده؟ ده انا بعتبرك بنتي، حرام عليكي. طب ما فكرتش يعني ببناتك حقيقتهم هتكون عامله ازاي؟ انت هتفضحينا منك لا بعيده، وهتفضح اهلها. ده انا هموتها ورايح كل منها، الخاينه الملعونه دي، ملعون ابو اليوم اللي انا شفتك فيها بعيده. سيبها يا ابني هتروح في ايدك، ده انا خلاص كرهتها. انت ليه تودي نفسك في داهيه بسببها؟ ربي عيالك انت بقى، وكفايه عليا كده. ابوس ايديكم سامحوني، انا غلطت ومقطرفه، الشيطان ضحك عليا غصب عني، وانا هعمل كل اللي هتقول عليه، بس بلاش عيلتي تعرف حاجه وبلاش فضايح. نرجع من فلاش باك. ايمان بتقول هو ده كل اللي حصل، وبعدها اتطلقت. والمصيبه بقى كمان ان انا مضيت ان انا ماليش اي حاجه، لا عزال ولا قايمه ولا حتى العيال. مديت انهم مش عيالي. يا لهوي يا لهوي، معقوله؟ ازاي مديتي انهم مش عيالك؟ ازاي؟ امال يا بنت عيال مين؟ مش فاهمه في ايه، وليه عملتي كده؟ ايه السبب؟ هو قال لي ان انت مش امينه ولا نظيفه، ازاي اديكي العيال تربيهم؟ دول بنات ولازم يبروا منك كمان. انا مش عارفه اقول لك ايه، انا مصدومه من اللي انا بسمعه بجد. ايه ده؟ طب قومي بس اطلعي عشان خاطر امك، وانا هروح عشان الوقت اتاخر، وهحاول اجي يومين كده اقعد معاكي ونشوف حل. يلا سلام. وبعدها خرجت من عند ايمان. ايه يا مها يا بنتي، عرفتي ايه المشكله اللي بينها وبين جوزها؟ وليه ما جابتش العيال معاها؟ كان نفسي اشوفهم. مفيش حاجه يا خالتي، ده شويه بس مشاكل عادي يعني، زي اي اتنين متجوزين بينهم مشاكل، وهتتحل ان شاء الله. انا هبقى اجي تاني، هبقى اقعد معاها وان شاء الله خير. وبعدها خرجت ورحت اخدت بسمله وروحت على البيت عندي، وكان محمود قاعد هو وحماتي. واول ما دخلت، قولي لي يا هانم، هو انت رحتي بقى لزفت صاحبتك وعرفتي المصيبه اللي هي عملتها الزباله دي؟ انت شفتي بقى عملت ايه؟ وبقت حكايه على كل لسان وفضيحه. بقول لك ايه، اقطعي بقى علاقتك بالبت دي خالص، لا تروحي عندها ولا اي حاجه. ايوه طبعا، انا مش ناقص فضايح، بدل ما اخليكي بقى ما تروحيش خالص عند اهلك. انا بعرفك اهو، فهمتي ولا لا؟ هو في ايه؟ انتوا بتكلموني كده ليه؟ هي صاحبتي من زمان ومش ممكن اتخلى عنها. وبعدين مين قال ان هي عملت كده؟ يمكن ما عملتش كده، ممكن يكون كذب. هو كلام امك كده، هي اصلا كده بتحب تجيب اخبار الناس ومش بتسيب حد في حاله. انت طلعتي مش متربيه، ازاي تقولي كده وتتكلمي على امي بالطريقه دي؟ والله ما انت قاعده فيها دي واحده، يلا من هنا. وبعدها خرجت ورجعت عند اهلي، وامي فتحت لي. ايه ده يا خبر؟ في يا بنتي مالك؟ رجعتي تاني ليه؟ يا دي النيله، في ايه؟ بابا اتخانق مع ماما يا تيتا وقال لها امشي من هنا، مش عايزه اشوف وشك تاني. بس يا بسمله عيب كده، مالكيش دعوه بالكلام ده، انت فاهمه ولا لا؟ تعالي ادخلي يا حبيبتي، معلش يمكن زهقان من حاجه، محدش عارف. تعالي بس احكي لي ايه اللي حصل. ابوكي نايم. عايزه اشتري حاجات يا تيتا، هاتي 10 جنيه اشتري حاجات حلوه من عمو البقال ده. يا حبيبتي بس كده من عيوني، روحي اشتري يا حبيبتي، بس ما تاخريش عليا، تعالي على طول، انا مستنياكي بسرعه يلا. وبعدها خرجت بسمله تشتري حاجات، وفضلت احكي مع امي ونتكلم، وعدى الوقت. هو في ايه يا ماما؟ بسمله اتاخرت كده ليه؟ يا نهار ابيض، احنا الكلام اخدنا ونسينا البيت خالص، ازاي كده؟ انا هنزل اشوفها. وبعدين نزلت الشارع اسال بقال. السلام عليكم يا حاج، ما شفتش بسمله بنتي؟ كانت بتشتري منك دلوقتي. ايوه يا بنتي اشترت مني فعلا، وبعدها مشيت بس من ساعه كده، شوفيها بقى يمكن بتلعب في الشارع. طلعت اجري زي الهبله وانادي على بسمله، وسالت كل الجيران لحد ما قابلت الشيخ عماد امام الجامع. هو في ايه يا بنتي؟ انت بتدوري على ايه؟ مالك كده وبتصوتي كده ليه؟ اهدي شويه. بنتي يا شيخ، بنتي مش لاقياها، اعمل ايه؟ هروح فين؟ يا لهوي بنتي بسمله. طب اصبري بس، انا هنادي عليها في الميكروفون، قولي لي كانت لابسه ايه وان شاء الله نلاقيها. كانت لابسه فستان قصير لحد ركبه كده، لونه احمر شفاف، ولابسه صندل عالي. وفضلنا نلف في الشوارع انا والشيخ وننادي على بسمله، وهو نادها بالميكروفون بتاع الجامع، ومفيش اي نتيجه ولا حد شافها خالص. خلاص احنا نبلغ بقى المباحث، انا شاكك كده في الشاب العازب ده يكون هو اللي خطف البيت عشان يعمل فيها حاجه. ايه؟ لا ان شاء الله لا. طب تعالى نروح له ونشوفها عنده ولا ايه، ونعرف بقى. بوس ايدك يا شيخ، دي بنتي الوحيده ماليش غيرها. وبعدها جت المباحث بدات تلف في كل مكان، واستجوبت الشاب، بس طلع فعلا ما يعرفش اي حاجه عنها. وفجاه جم شباب من الشارع الخلفي، واحد اسمه ايمن. على فكره يا جماعه، في جثه طفله كده مرميه في الحاره اللي ورا في المسقط، سنها يعني حوالي 8 أو 10 سنين. يا لهوي يا خرابي، يا رب ما تكونش بنتي يا رب. انا هرن على ابوها يمكن اخدها ولا اي حاجه. انا الاول عايزه افرغ الكاميرات اللي في الشارع عشان اعرف ايه اللي حصل، وانت يا شاويش خد الام وروح شوف الجثه، شوف دي جثه البنت ولا لا. كانت معايا ايمان صاحبتي، وكمان كلمت جوزي
وقال ان البنت مش معاه وانه جاي يسود عيشتي. رحت اشوف البنت وكانت الصدمه ومصيبه وكارثه. لقيتها بنتي فعلا. بنتي ضنايا قلب امك. مين عمل كده فيكي؟ ليه بس كده ليه؟ قلتلك ما تطلعيش وتسيبيني. قلتلك بلاش يا بسمله. ليه سبتيني؟ اروح فين من بعدك؟ ليه وجعتي قلبي عليكي قلب امك؟ كفايه كده يا مها. قولي الحمد لله على كل حال. قدر الله ما شاء فعل. ربنا يصبر قلبك يا رب. وفجاه حماتي وجوزي جم والسويت كان بيرن في كل البيوت. عملتي ايه في البيت؟ موتي البيت؟ هي دي الامانه اللي جوزك سابها؟ فضلتي قاعده على التليفون وسبتي البيت؟ البت اتقتلت بسببك. منك لله يا شيخه. هو ده كلام تقولي لبنتي؟ ازاي يعني هتسيب بنتها؟ البت كانت نازله وبتشتري حاجات وبعدين ما حدش هيتوجع عليها غير امها. انت يعني جايه تكملي عليها؟ سيبيها بقى في حالها. وبعدها اخدنا البنت ودفناها. وبعد كده بدات تحريات ورجال المباحث شافوا كاميرات وعرفوا بقى ان عمل كده فيها هو الشيخ عماد هو السبب. وقتها رئيس المباحث بعت لنا ورحنا انا وجوزي وامي. دلوقتي اللي عمل كده بنتكم انا مش عارفه اقولها لكم ازاي. الشيخ عماد اللي هو سمى نفسه اصلا شيخ مش عارف ليه يعني، بس اعترف بعد الضغط عليه وقال كل حاجه. فلاش باك. بسمله كانت راجعه البيت. ايه رايحه فين يا بسمله كده؟ وبعدين يا بنتي مش احنا قلنا خلاص ان انت كبرتي؟ تلبسي بقى طرحه وتبداي بقى انك تصلي. تعالي معايا كده عشان عايز يعني احفظك شويه قران. اكيد طبعا هعمل كده، بس انا لازم ارجع البيت دلوقتي عشان ماما قالت لي ما اتاخرش. ماما لما تعرف ان انت معايا مش هتزعل منك. يلا بس تعالي معايا، ده انا هجيب لك حاجات حلوه كتير قوي. وبعدها اخدها ودخل بيها الخرابه وعمل اللي عمله. وبعدها اخد شاور وراح يصلي بالناس. بعدها نرجع فلاش باك. ايه الشيخ؟ ازاي ده بيصلي وعارف ربنا؟ ازاي بس؟ ده كان بيدور معايا عليها. ازاي يعني يعمل كده؟ ايه مفيش في قلبه رحمه؟ انا هتجنن. ده وحش مش حتى حيوان. ده الحيوان عنده رحمه في قلبه. ذنبها ايه بنتي تشوف كل ده منه لله؟ انا عايز حق بنتي. عايزه بقى يتعدم في ميدان عام. لازم يتعدم. ده اقل حق ناخده منه. حسب الله ونعم الوكيل فيه. وبعدها فعلا اتحكم عليه بالاعدام. وبعد الحكم انا رجعت مع امي وابويا. وقتها لقيت محمود طلقني. انت طالق ب3. انت املتي بنتي وما حافظتيش عليها، ودي نتيجه عندك وغبائك. لو كنت قاعده في بيتي ما كانش كل ده حصل. بس خلاص مش عايزه اشوف وشك تاني. والله العظيم انا عارفه ان انا غلطت يا محمود واسفه على اللي انا عملته. واسفه دي هتعملي ايه؟ هترجع لي بنتي تاني؟ انت انسانه مش قد المسؤوليه. منك لا يا شيخه. وبعدها طلقت من جوزي وفضلت زعلانه على بنتي اللي راحت في السن ده من اكتر واحد عمري ما كنت هشك فيه.